ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل ماده الدرايف. احنا عندنا الماده بدأناها الاول، قلنا ان الماده عندنا الاي سي وعندنا الدي سي. تمام. بدأنا اول جزء قلنا ان الدي سي كان عندي جزئين، يا اما الدي سي سيبريت يا اما الدي سي سيريز. تمام كده. فالدي سي سيبريت اللي هو كان الجزء الاول اللي هو جزء دكتور عادل، وده خلصناه. الجزء الثاني دلوقتي اللي هو الدي سي سيبريت، وده جزء دكتور شندي. تمام. وده اللي هنشرحه دلوقتي. فجزء دكتور شندي في الاول قبل ما يدخل بقى على الدي سي نفسه وان انا اتعامل معاه وكده، كان في الاول محاضره نظري. تمام. فعشان ما نقعدش نقرا نظري كتير، انا هعرض السلايد اللي هي كانت المحاضره الاولى واعرض فيها النظري اللي فيها بس مش اكتر، يعني عشان ما نقعدش نكتب على الفاضي ويبقى الفيديو طول على الفاضي. تمام. فكان الجزء الاول في السلايد اللي هي المحاضره الاولى. تمام. ديت المحاضره الاولى. كان الاول عاوز يعمل مقارنه ما بين الاي سي والدي سي درايف، اللي هو الدرايف نفسه بشكل عام. تمام كده. ففي الاول جايب اللي هو الديفرنس، الكي ديفرنس ما بينهم. الكلام ده نظري اللي هو المفروض ان انا احفظه عشان لو جه سؤال نظري. فاول حاجه الكي ديفرنس ما بين الاي سي والدي سي درايف. تمام. فانا عندي هنا اللي هو الرسمه بتاعته ان انا عندي 3 فيس بيدخل على الترانسفورمر. بعد كده انا بتكلم هنا على الدي سي درايف، فطبعا انا عندي دايره الارمتشر ودايره الفيلد، صح؟ فالاثنين محتاجين دي سي، فعشان كده هلاقي ان انا حاطط ريكتيفاير لدايره الارمتشر وريكتيفاير لدايره الفيلد، بحيث ان هو يحول للاي سي للدي سي، وبعد كده يبدا يدخل على اللود. تمام. فكاتب بقى ان المميزات بتاعته هي ستارتنج تورك، والابلكيشن بتاعته ان هي بتحتاج الابلكيشنز اللي هي بتحتاج كونستنت سبيد زي التراكشن والواير درونجز والكرين وكده. تمام. بعد كده بدا يقارن ما بين اللي هو الاي سي درايف، يعني هذه المقارنه ما بينهم. الاي سي درايف بقى انا هنا لا، انا بقى 3 فيز، بعد كده بيدخل على الترانسفورمر، بعد كده بجيب ريكتيفاير يحول من الاي سي للدي سي عشان اتحكم بقى في الفريكوانسي وجوده الكلام ده كله. وبعد كده اجيب انفرتر يحول لي من الدي سي للاي سي تاني، عشان طبعا عندي الموتور بتاعي بيكون اي سي. تمام. وبعد كده برضو بيتكلم بقى عن الايه الخصائص بتاعته، ان هو بينكريز البروسيس كنترول ومينيمايز الانرجي كونسامشن والكلام ده كله، والابلكيشنز بتاعته الفانز والبامب والاتش فاك. يبقى انا هنا دي مقارنه لو جه سؤال كنظري اللي هو الكي ديفرنس ما بين الاي سي والدي سي، فانا محتاج الرسمه والايه والكلام ده، المقارنه بتاعته اللي هو كمميزات وكمان الابلكيشنز بتاعته. تمام. بعد كده داخل على سؤال نظري تاني اللي هو المين كريتيريا فور يوزر. لو انا دلوقتي انا يوزر عاوز اعمل سيلكشن ان انا اختار اي سي درايف ولا دي سي درايف، طب اختار مين فيهم؟ فلكن انا عندي 7 حاجات بختار بناء عليها. يبقى لو جه سؤال نظري قال المين كريتيريا فور يوزر عشان اختار الدرايف بتاعي، فهكتب له ال7 حاجات دول. تمام. بعد كده جه لحته الكاركترستيك بتاعتي، تورك سبيد كاركترستيك ما بين الدي سي درايف وما بين الاي سي درايف. تمام. لو جيت لاحظت هنا في الدي سي هلاقي ان هي واخده شكل كيرف شويه، عشان هو هنا الدكتور شيندي خاص بجزء الايه السيريز موتور، بس هتبقى نفس الكاركترستيك لو كان اللي هو الايه السيبريت، فبتبقى خط بدل ما هي واخده شكل الكيرف كده. تمام. عشان طبعا في السيريز بتناسب مع مربع، ان التورك يتناسب مع مربع السرعه عندي، وهنثبت ده دلوقتي. تمام. بعد كده جاب لي هنا سؤال اللي هو ايه مقارنه سريعه، لو انا اختار بقى ابلكيشن وجايبها كارقام والميجا وات والباور بتاعه وكل ده كمقارنه ما بينهم. تمام. بعد كده قال لك لو انا امتى اخد في الاعتبار ان انا هستخدم دي سي درايف. هو جايب لي هنا 8 اسئله اللي هو ايه 4 كوادرنت اوبريشن ويز ريجنريشن، يعني انا هستخدم اللود اللي عندي، الموتور اللي انا هجيبه محتاج ان هو يشتغل في الفور كوادرنت. لو قلت يس يبقى انا كده ايه ده تمام، ده كده بونت ناحيه الدي سي درايف. طب كونتينوس اوبريشن ان هو كنت يبقى شغال على طول وكمان ات لو سبيد، لو قلت يس يبقى انا كده محتاج دي سي درايف. يعني بمعنى صح الاسئله دي لو الماكسيمم او اغلبيه الاسئله جاوبت عنها بيس، يبقى انا كده محتاج ان انا استخدم دي سي درايف. طب لو كان اغلبها ان انا هجاوب بنو، يبقى لا كده هستخدم اي سي درايف. فده ممكن برضو ايه سؤال نظري تاني. تمام كده. بعد كده في السلكشن بتاع دي سي درايف، وده كان ايه جزء مش محتاجينه، اللي هو ايه معلومه خارجيه لينا احنا بس مش اكتر. تمام. بعد كده نيجي لجزء تاني اللي هو دلوقتي خلاص انا دلوقتي هشتغل بقى الكونفرتر بتاعي. فقلت ان انا يا اما عندي بستخدم الكنترول ريكتيفاير زي اللي دكتور عادل كان بيشرح لنا اللي هو السايرستور، يا اما بستخدم دي سي شوبر اللي هو الايه ترانزستور او الاي جي بي تي والجزء ده كله. طب انا عاوز اعمل مقارنه ما بينهم برضو. تمام. فراح اعمل مقارنه. الرسم ده طبعا الرسم بتاعهم هما الاثنين هنوضحه في الشرح نفسه. بعد كده المقارنه نفسها كايه كمميزات وعيوب كل واحد ودي الادفانتج بتاعته والديس ادفانتج، طب امتى ده طب امتى ده، والخصائص بتاع كل واحد فيهم. يبقى ده كده السؤال الاخير كنظري في الايه في المحاضره الاولى. يبقى كده المحاضره الاولى، وبعد كده ده ريكتيفاير عادي. يبقى كده المحاضره الاولى كان فيها 3 4 اسئله نظري المفروض ان احنا نحفظهم. تمام. بعد كده بقى هنبدا ايه للشغل الشرح بتاعنا، اللي هو احنا نتكلم عن الدي سي درايف، عن الدي سي درايف، وخاصة بمعنى صح السيريز موتور. تمام. احنا خلصنا مع دكتور عادل، احنا كده هنتكلم عن السيريز موتور.
تمام كده. احنا خلصنا مع جزء دكتور عادل السيبريت، ندخل على السيريز. هو السيريز الفكره في ايه؟ انا عندي الموتور، هنرجع لنفس القوانين تاني، همشي بنفس السيكونس اللي مشينا فيه مع دكتور عادل. تمام. انا اول حاجه الموتور عندي بيتكون من ايه؟ عندي دايره الفيلد ودايره ارميتشر، وده سيريز فمعناها ان الاثنين مع بعض. فانا عندي الاول اهيت ادي دايره الفيلد، بعد كده ادي دايره الارميتشر دي كده اللي هي الار اف، تمام، وديت الار اي، وديت اللي هي الاي باك، وانا عندي هنا الفي اي. تمام. ادي ديت الايه السيركت بتاعتي. احنا هناك كنا بنرسم دايره الفيلد لوحدها ودايره الارميتشر لوحدها عشان كان سيبريت. اجي للقوانين بتاعتي، اول حاجه الفي اي، فانا عندي الفي اي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي، كانت هناك في الار اي، لكن هنا انا عندي تيارين، انا عندي هنا عندي مقاومتين، عندي الار اف وعندي الار اي، فيبقى انا عندي هنا عباره عن الاي اي زائد الاي اي في الار توتال. الار توتال دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الار اي زائد الار اف. يبقى كده اول تغيير معايا، انا همشي بنفس السيكونس بتاع الدي سي سيبريت، مش هيبقى في اختلاف كبير، بس الاختلافات حاجات بسيطه في النص فلازم اخد بالي منها. يبقى انا اول اختلاف ان انا عندي الفي اي عباره عن الاي باك زائد الاي اي في التيار في المقاومه التوتال اللي هي الار اي زائد الار اف. تمام. طب الاي باك كانت عباره عن الكي في الفاي في الاوميجا، صح كده؟ طب انا عندي كنت بفك ان هي عباره عن الكي في في الاي اف في الاوميجا. اجي لنقطه هنا ثانيه، ان انا عندي دي دايره الفيلد وادي دايره الارميتشر، والتيار اللي كان بيمر هنا ديت الاي اي. طب مش التيار اللي هيمر في الار اي هو الاي اف؟ يبقى انا كده عندي تاني ملحوظه ان انا عندي، لو جيت هنا لتاني ملحوظه ان انا عندي الاي اي هو الاي اف. اخد بالي من النقط دي، ما هي دي اصلا اللي هتفرق لي في المسائل. يبقى انا اقدر اقول هنا ان الاي باك عباره عن الكي في في الاي اف في الاوميجا، او عباره عن الكي في في الاي اي في الاوميجا. ليه؟ عشان كده الاي اي هي الاي اف. تمام. نيجي للتورك. تمام. لو جيت التورك عندي، فانا كنت عارف ان التورك كان عباره عن الكي في الفاي في الاي اي، صح؟ طب انا قلت بقى ان الفاي عباره عن الاي اف، والاي اف هي الاي اي، مش هقدر اقول بقى تبقى عباره عن الكي في الاي اي سكوير. يبقى كده التورك عباره عن ثابت في مربع التيار، اللي انا اقدر اوصل هنا بقول ان التورك يتناسب مع الاي اي سكوير. تمام. طب انا في الاخر انا خدت القوانين الاساسيه بتاعتي، الفي اي والاي باك والتورك. طب مش كل ده اصلا انا بعمله عشان عاوز اوصل للتورك سبيد كاركترستيك؟ فانا كده محتاج اجيب الاوميجا نفسها. تبقى الاوميجا بتساوي ايه؟ من القانون بتاع الاي باك هنا تبقى عباره عن ان الاي باك على الكي في الفاي، تمام، اللي هي بتساوي الاي باك اقدر اجيبها من القانون اللي فوق اللي هي الفي اي ناقص الاي اي في الار اي زائد الار اف اللي هي كانت الار توتال، على الكي فاي اقدر اكتبها كي في في الاي اي او الاي اف، مش هتفرق كده كده الاثنين واحد، فاكتبها كي في في الاي اي. تمام. يبقى انا كده عندي ده العلاقه ما بين الاوميجا وما بين القانون بتاعي عشان ده اللي اجيب منه السرعه. ومن هنا نرسم التورك سبيد كاركترستيك، ان احنا هناك كان خط مائل ديت التورك سبيد كاركترستيك في الدي سي سيبريت كان خط مائل، لا هنا كده هيبقى خط اكسبوننشال كده، عشان انا عندي التورك يتناسب مع مربع التيار. تمام. طب ما هي الاوميجا فيها تيار، صح؟ لو عوضت عنها فلاقي انها بتتناسب، يعني التيار ده لو شلته احط مكان اللي هو جذر التورك، صح؟ طب جذر التورك انا عاوز اجيب التورك بس فاربع الطرفين، فلاقي ان الاوميجا تربيع، فلاقي ان انا عندي بيتناسب علاقه تربيعيه. تمام. وهتكون بالشكل ده. يبقى انا كده خدت بالي من الاختلافات، ان انا عندي الاي اف هو الاي اي، المقاومه اللي بتبقى في المساله بتبقى الار توتال، لازم استخدم الار توتال في المسائل. تمام. وكمان ان التورك سبيد كاركترستيك بيكون عباره عن ايه؟ علاقه مش لينير. تمام. حاجه كمان ان انا عندي نفس بقى الكاركترستيك اللي كان هناك، ان انا كل ما بقلل الفولت هلاقي ان الايه التورك والزيت بيقلوا معايا، فهتبقى بالشكل كده اللي هم بينزلوا عادي. ان انا عندي برضو العلاقه هي ان الفي اي هنا، فلما اقلل الفولت السرعه هتقل، ولو زودت الفلكس فالسرعه هتقل برضو، فهي بتبقى نفس الريليشن، يعني ده في 1 وده في 2 وده في 3. انا عندي ان الفي 1 اكبر من الفي 2 اكبر من الفي 3. تمام كده. قال لك في ملحوظه كمان، ان انا عندي ان الار اف اللي انا موصلها بتكون فيري سمول. ليه؟ عشان عندي هنا اصلا دي متوصله الار اف متوصله سيريز مع الدايره اللي عندي، فهو ده هيمر عليها الجهد التوتال بتاعي، فيحصل عليها فولتج دروب كبير لو هي المقاومه كانت كبيره، فانا بحطها صغيره عشان اقلل اللوسز اللي عليها، عشان اللوسز تكون قليله. تمام كده، ليس لوسز. انا عندي في ملحوظه ان الار اف بتكون صغيره. تمام. كمان ان الاي اي
الاي اي التيار اللي عندي اللي هو الاي اي ده دايما بيكون كونتينيوس. ان انا عندي في السيبريت كان بيقول لك ايه ان هو بيبقى بالسيتنج، شويه بيشتغل وشويه بيقف. فهنا لا ما ينفعش، انا لو الاي اي فصل اللي هو الاي اف فصلت، اللي هو بمعنى صح لو هو ديسكونتينيوس والاي اف هتبقى بزيرو، فانا عارف ان الاوميجا عكسيه مع الكي فاي. فلو الاي اف بزيرو معناها ان السرعه بما لا نهايه، فده ما ينفعش. فالموتور هيتكسر عندي والشفط هيتكسر عندي. فما ينفعش ان انا عندي هنا يبقى الاي اي ما ينفعش يبقى ديسكونتينيوس، يبقى انا عندي هنا الاي اي اولويز كونتينيوس. تمام كده؟ ده كده كشويه حاجات عرفناها في الاول وانا بتعامل مع الايه مع السيريز موتور وعرفنا القوانين بتاعته. طب نيجي بقى للي هندرسه نفس الايه اللي درسناه مع دكتور عادل. احنا دكتور عادل كنا بنعمل ايه؟ درسنا سبيد كنترول، ستارتنج، بريكنج وريفرسنج. نفس الفكره هنا. فان انا مع دكتور ابراهيم اللي هندرسه في الدي سي سيريز. تمام؟ في الدي سي سيريز هندرس معاه ايه؟ هندرس معاه السبيد كنترول، تمام، وهندرس معاه الستارتنج، وهندرس معاه البريكنج. يبقى انا كده خلصت الثلاث عناوين دول، يبقى انا كده خلصت جزء دكتور ابراهيم شندي. تمام. فهنبدا باول حاجه بقى اللي هي الايه؟ السبيد كنترول. نبدا باول حاجه اللي هي السبيد كنترول اوف دي سي سيريز موتور. تمام. دكتور عادل كان بيعمل ايه؟ كان بيدخلني على طول في الجزء الادفانسد اللي هو احنا هنشتغل بكنترول ريكتيفاير، فتعالى نشتغل فيه على طول. دكتور ابراهيم شندي قال لك لا الاول تعالى ايه نعمل مقارنه ما بينهم. انا عندي السبيد كنترول اوف دي سي سيريز موتور. تمام. قال لك ان انا عندي طريقتين، يا اما الطريقه كونفنشنال يا اما الطريقه الادفانسد بتاعتنا. تمام. الطريقه الكونفنشنال قال لك ان انا عندي كونفنشنال ميثود عندي منها نوعين، يا اما بعمل فلكس كنترول يا اما اد ريزيستنس سيريز ويز ارميتشر. يعني بحط مقاومه سيريز مع دايره الارميتشر. يبقى انا كده عشان اعمل سبيد كنترول دي سي سيريز موتور. تمام. عندك قال في كونفنشنال ميثود وفي ادفانسد ميثود. تمام. الكونفنشنال ميثود عندي يا اما فلكس كنترول يا اما اد سيريز موتور ويز ارميتشر سيركت. تمام كده. جه في الادفانسد ميثود قال لك ان انا عندي اقدر اعمله باستخدام حاجتين، يوزنج حاجتين. مع دكتور عادل كنا بنستخدم اللي هي الكنترولد ريكتيفاير. تمام. مع دكتور شندي قال لك لا هنزود الكنترول ريكتيفاير ونزود معاه كمان الدي سي تشوبر. يبقى انا هتعلم ازاي اعمل ادفانسد سبيد كنترول مره باستخدام الكنترول ريكتيفاير ومره باستخدام الدي سي تشوبر. تمام كده. يبقى الحاجات دي المفروض اللي احنا هندرسها، كل ده اللي المفروض ندرسه في السبيد كنترول كسيريز موتور. لما نخلص الاربع حاجات دول يبقى انا كده خلصت السبيد كنترول. تمام. فنبدا باول حاجه اللي هي الفلكس كنترول. ان انا هبدا اول حاجه بالطريقه الكونفنشنال. تمام. وابدا اول حاجه اللي هو الفلكس كنترول ميثود. تمام كده. فالفلكس كنترول ميثود عشان اعمل فلكس كنترول عندي اربع طرق. اول طريقه اللي هي الفيلد دايفرتر. تمام. انا الجزء ده نظري، الكلام ده نظري طبعا. الجزء دكتور شندي هيجي مساله ونظري. تمام. فاللي هو مساله يا اما هتيجي موترنج اللي هي سبيد كنترول، يا اما تيجي بريكنج اللي هو الجزء البريكنج اللي هشرحه بعد كده، يا اما يجيب مساله دمج ما بينهم اللي هتكون في البدايه سبيد كنترول وفي نهايه المساله هتكون بريكنج زي دكتور عادل. والجزء النظري ممكن يجي بالكلام اللي بنشرحه ده. يبقى احنا بنحاول نجمع كل حاجه. تمام. فانا عندي اول حاجه في الفلكس كنترول ميثود اول حاجه الفيلد دايفرتور. انا عندي الدايره بتاعتي قلت ان انا عندي ادي الار اف وبعد كده الار اي وبعد كده الموتور عندي. تمام كده. قلت ده كده الار اف وادي الار اي وادي ديت الاي باك. فاول حاجه الفيلد دايفرتر. الفيلد دايفرتر ده بعمله ايه؟ ان انا بوصل مقاومه متغيره باراليل مع دايره الفيلد ديت الار. بعمل مقاومه متغيره. فالمقاومه المتغيره دي بتعمل لي ايه؟ بتقلل لي الفلكس بتاع دايره الفيلد. ان انا عندي الجهد اهي
التيار هيتوزع هنا وهنا فهيقلل الفلكس. فلما اقلل الفلكس انا عارف ان الاوميجا تتناسب عكسيا مع الكي فاي، فلما اقلل الفلكس معناها ايه؟ ان السرعه هتزيد. يبقى كده اول حاجه، اول طريقه في الفلكس كنترول ميثود ان انا بعمل ايه؟ فيلد دايفرتر. فيلد دايفرتر ده بعمل فيه ايه؟ ان انا بوصل مقاومه باراليل مع الار اف. تمام كده عشان اعمل ايه؟ عشان ان انا الفلكس اللي هو الفاي يقل، وبالتبعيه معايا هلاقي ان السبيد بتزيد. ده كده اول طريقه. تمام. تاني طريقه وهي الارميتشر دايفرتر. بدل ما وصلت المقاومه باراليل مع الار اف هوصلها مع الار اي. يبقى انا عندي في الحاله الثانيه هنا ادي كده الدايره عندي. تمام. ادي دايه الار اف وادي دايه الار اي. فهجيب الدايفرتر بتاعي اللي هي المقاومه الباراليل المتغيره هوصلها باراليل معاه دايه المقاومه بتاعتي. ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ لما انا وصلتها على هنا يبقى انا كده زودت الفلكس بتاعي. يبقى انا عندي كده الفلكس زاد، ولما الفلكس يزيد انا قلت علاقه عكسيه مع الاوميجا يبقى الاوميجا هتقل. يبقى انا كده عملت فيلد دايفرتر وعملت ارميتشر دايفرتر. تمام. نيجي للطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه وهي التابد فيلد كنترول. فيلد كنترول. التابد فيلد كنترول فكرتها ان انا بعمل ايه؟ ان انا الملف بتاع الار اف ده بجزأه، بخليه زي، شفت فكره كده الترانسفورمر لما بتعمله ترانسفورمر بعمله ترنس ريشيو، بحيث ان انا اختار ريشيو معينه على حسب اللي انا محتاجه، ستيب اب وستيب داون اغير. هي دي نفس الفكره، ان انا بخلي الملف بتاعي يبقى دي الار اف هلاقي متغير كده. تمام. ادي كده دايره الارمتشر مش هلعب، دايره الارمتشر مش هلعب فيها في حاجه. تمام. ادي دايره الفيلد هلاقي ان هو منزل لي كده عامل لي زي تابد كده، بحيث ان انا اكون لو جيت مسحت بقى الجزء ده كده وان هو كده زي سنتر تابد كده، اللي هو الايه؟ ان انا عندي تابد ان هو دي مثلا متوصله هنا، فيبقى انا كده واخد الملف كله بتاعي. طبعا بره هنا دايره الفي اي. تمام. يبقى انا الملف اهوت بس جيت جزأته تبايت ان انا خدت هنا عند الجزء ده كده، فانا داخل الملف كله. طب لا، طب ما انا ممكن اكون موصله في النص كده اللي هو يكون جايه كده، وانا كده واخد نص الملف بس، ويبقى انا كده بتحكم في الفلكس بتاعه. ولما اتحكم في الفلكس يبقى انا بتحكم في السرعه بتاعتي. تمام كده. يبقى كده الطريقه الثالثه اللي هي التابد فيلد كنترول. الطريقه الرابعه اللي هي الباراليل فيلد كويلز. فيلد كويلز هي يعتبر شبيهه للتابد فيلد كنترول. انا هنا بدل ما كنت هو ملف واحد وبقسمه لتابات، واخد بقى واخد تاب على حسب الريشيو اللي انا عاوزها والفلكس اللي انا عاوزه، قال لك لا، انا هجيب مجموعه ملفات واوصلهم باراليل مع بعض. ان انا هجيب لك كده ادي الفي اي. تمام. واجي كده اوصل لك مجموعه ملفات مع بعض، ادي الار اف الاولى وادي الار اف الثانيه، ولو عاوز ازود واحده ثالثه وهكذا، وادي دايره الارمتشر بتاعي. تمام. انا عندي كده في ديت الار اف 1 ودي ار اف 2. بقى عندي فيه ملفات، ولو خدت الملف ده يديني سبيد معينه عشان فلكس معين، لو خدت الملف ده الملف الثاني ده يديني سبيد ثانيه بسرعه ثانيه وفلكس ثاني. يبقى انا كده فكره الباراليل فيلد ان انا خلاص بقى عندي في الموتور الواحد اقدر اخد اكتر من سبيد. يبقى انا كده دي كانت اول طريقه اللي هي الايه؟ اول طريقه في الكونفنشنال ان انا عندي فلكس كنترول واد سيريس ريزيستنس. يبقى احنا كده خلصنا اول طريقه اللي هي الفلكس كنترول، وكان اربع طرق. فلكس كنترول ميثود كانت الفيلد دايفرتر، الارمتشر دايفرتر، التاب فيلد كنترول، والباراليل فيلد كويلز. تمام. نيجي لو خدنا على جنب هنا عشان خلصنا الكونفنشنال في الحته دي. لو جيت خدت هنا لو قلت كده الجزء بقى الايه اللي هو النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو ايه؟ اد سيريس ريزيستنس، ان انا بضيف سيريس ريزيستنس مع دايره الارمتشر بتاعتي. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ انا عندي اهوت ادي الفي اي. تمام. فهجيب له مقاومه سيريز هنا اهي. تمام كده. وادي دايره الارمتشر، وبعد كده الار اف اهو احطه تحت، وادي ده كده الفي اي، وادي الار اف. تمام. فاجي هنا هجيب سيريز ريزيستنس مقاومه متغيره هنا، وبتكون مقاومه متغيره ادي الار سيريز، بحيث ان انا كل ما بغير في قيمه المقاومه الفولت اللي على اطراف الارمتشر بتاعي بيتغير. تمام. يبقى انا كده لما اخد مقاومه كبيره او خدت مقاومه اصلا وصلت مقاومه، فالجهد اللي هو كان على دايره الارمتشر هيتجزأ، جزء يروح في المقاومه وجزء للارمتشر سيركت بتاعتي. يبقى انا كده قللت الجهد، ولما قللت الجهد انا عارف ان الاوميجا تتناسب طرديا مع الفي اي، فانا لما اقلل الجهد يبقى السرعه بتقل هي كمان. تمام. وفي الحاله دي لو جيت رسمت الكاركترستيك بتاعتها هتكون بالشكل ده كده. ادي ديت التورك سبيد كاركترستيك،
لو رسمت ده كده الكيرف ده بتاعي في حاله ان الايه وزاوت اور ان انا ما ضفتش مقاومه. طب لما اضيف مقاومه، لما اجي اضيف مقاومه انا قلت ان انا ايه الجهد بيقل فالسرعه بتقل، فالكيرف هيكون بالشكل ده كده. يبقى الكيرف التاني ده اللي هو ويز ار، ان انا ضفت ار سيريز. يبقى انا كده دي اول حاجه اللي هي الايه الطريقه الكونفنشنال عشان اعمل سبيد كنترول. وده جزء نظري مش محتاج عليه مسائل، عشان زي ما قلت احنا الكورس بتاعنا اصلا بيتكلم عن الايه الادفانسد. فنيجي بقى نتكلم عن الادفانسد كنترول. تمام. فالادفانسد كنترول قال لك هتكلم عنه ازاي. انا قلت ان انا عندي طريقتين، طريقه يا اما بستخدم الكنترول ريكتيفاير زي دكتور عادل، يا اما بستخدم الديسيت شوبر. تمام كده. طب الاول اصلا كادفانسد درايف، ادفانسد سبيد كنترول. تمام. عشان اعمل ادفانسد سبيد كنترول الكنترول ميثود بتاعتي بتكون شكلها عامل ازاي كجزء نظري. لو جينا اتكلمنا كجزء السيبريت الكونسبت نفسه كان بيبقى عامل ازاي. قال لك ان انا دلوقتي انا عندي دايره الارمتشر. تمام. ادي دايره الارمتشر وعندي فيه اللي هو السايرستور اللي كنت بتحكم بيه. تمام. وبعد كده عندي دايره الفيلد، بتكلم لو ده سيبريت. ونفس الفكره عندي السايرستور اللي بتحكم بيه. تمام كده. فانا عندي ده بيبقى داخل له فايرنج انجل من سنجل فيز كونفرتر. تمام. ولكن هنا في دايره الارمتشر بتاعتي بيكون داخل لها 3 فيز، ان اصلا ده اللي بتكون متحمله للود بتاعي. تمام. فدي اللي هتكون محتاجه باور اكتر. فانا لو جيت كده قالك اللي هو السيكونس بتاعي بيبقى ماشي ازاي. قالك ان انا لو جيت مسحت ده عشان نرسم فوق. تمام. انا عاوز يفهمني الكونسبت ماشي ازاي. انا دلوقتي عندي اول حاجه عندي الفايرنج سيركت. الفايرنج سيركت دي فكرتها ايه او وظيفتها ايه؟ ان هي تديني الفايرنج انجل للالفا بتاعتي عشان اتحكم في الالفا. تمام. بعد كده قالك ان انا عاوز اخد فيدباك عندي. انا لما الفايرنج انجل دي بتتغير فبتغير لي الفولت فهيغير التيار، فعاوز اخد فيدباك للتيار اللي عندي. فقال لك خلاص هعمل لك كرنت كنترولر ده عشان يتابع التيار اللي عندي. تمام. طب الكرنت كنترولر ده هياخد فيدباك منين؟ فهجيب له كده بلوك فيدباك هيكون جاي من عندي من الفايرنج انجل هنا. ما هي دي لما بتتغير بيغير لي في الجهد فبيغير التيار. يبقى انا كده عندي ده كرنت فيدباك. تمام. يبقى انا كده انا عاوز اعمل، انا لما بغير في الالفا الجهد بيتغير فالتيار هيتغير وكمان السرعه بتتغير، صح؟ فانا عاوز اعمل كنترول عليهم او عاوز اشوف التاثير بتاعهم. فاخدت اول حاجه كرنت كنترولر وخدت فيدباك من عند الفايرنج انجل اللي هو الكرنت فيدباك عشان يعرفني. تاني حاجه ان انا عندي سبيد، فعندي برضو سبيد كنترولر. نفس الفكره زي ما خدت كرنت فيدباك يبقى انا محتاج اخد للسبيد فيدباك هو كمان. فاخد منين؟ انا السرعه عندي جايه منين؟ من الارمتشر اللي هو الدايره نفسها. فهاجي من هنا ده كده عند الارمتشر وبجيب تاكوميتر. التاكوميتر ده اللي بقيس بالسرعه. تمام. فاجي كده وصل هنا واقول ده ان هو الايه السبيد فيدباك. تمام. عندي هنا اللي هو كده انا خدت بقى القيم نفسها. طب انا كل الكلام ده كله هجيبه منين او هعتبر ان ده القيمه الاساسيه بتاعتي ازاي؟ قال لك بقارنها بقيمه ريفرنس. تمام. فيجي هنا عندي فانكشن اسمها الرامب جنريشن. الرامب جنريشن دي اللي بيكون داخل لها القيمه الريفرنس بتاعتي اللي هي الايه السبيد ريفرنس. تمام كده. فانا داخل لي هنا سبيد ريفرنس بيقارنوا مع الفيدباك اللي هو السبيد اللي جاي من هنا فيطلع لي نسبه الايرور، فتدخل على السبيد كنترولر عشان يظبط لي السرعه. تمام. مع تظبيط السرعه جاي لي برده كرنت فيدباك يطلع لي الايرور هنا عشان يظبط لي الكرنت هو كمان. ومنهم هما الاثنين يديني بقى قيمه الفايرنج انجل اللي انا اصلا محتاج ان انا اديها للسيرستورز اللي عندي اللي هو الاس سي ار اللي عندي عشان يطلع لي بقى السرعه اللي انا محتاجها وهكذا، اللي هو ايه عباره عن كلوزد لوب. تمام. فده كده السبيد كنترول كادفانسد سيستم. طب زي ما قلت انا كل ده بقى في الاخر انا عاوز اتحكم في الفايرنج انجل، فهتحكم فيها ازاي؟ فهنبدا اول حاجه معانا اللي هي الكنترول ريكتيفاير. اول حاجه كنترول ريكتيفاير. والكنترول ريكتيفاير
زي دكتور عادل بالظبط، زي ما خدنا احنا كان عندنا سنجل فيز و3 فيز، نفس التقسيمه اللي خدناها هناك، كان عندي سنجل فيز تمام وعندي 3 فيز. فالسنجل فيز كان عندي هاف ويف وعندي فول ويف تمام. فالهاف ويف كان القانون بتاعها ايه؟ ان الفي اي كانت عباره عن الفي ماكسيموم على 2 الباي 1 زائد كوزاين الالفا. طب الفول ويف كان عندي نوعين، يا اما سيمي كنترولد يا اما فولي كنترولد. السيمي كنترولد كانت عباره عن الفي ماكسيمم على باي 1 زائد كوزاين الالفا. الفولي كنترولد كانت عباره عن 2 الفي ماكسيمم على باي في كوزاين الالفا تمام. كنت عارف بقى طبعا ده ربع اول وده ربع اول، لكن ده ربع اول وتاني اللي اقدر استخدمها كموترنج وبريكنج تمام. اجي هنا للثري فيز كانت عندي برضو سيمي كنترولد وعندي فولي كنترولد. السيمي كنترولد كانت عباره عن ايه؟ اللي هي 3 جذر 3 في الفي ماكسيمم على 2 الباي 1 زائد كوزاين الالفا تمام. وهنا دي 3 جذر 3 الفي ماكسيمم على الباي في كوزاين الالفا تمام. فهنيجي هنا الحته دي عشان لخبطت ناس كتير، اللي هو حته انا عندي الفي ماكسيمم هعوض عنها بكام؟ الفي ماكسيمم تمام. الفي ماكسيمم عباره عن جذر 2 على 3 من الفي لاين ار ام اس اللي هي جيفن في المساله. يبقى انا اقدر لو شلت هنا الفي ماكسيمم وحطيت انا جذر 2 على 3، فجذر ال3 هيروح مع جذر ال3 اللي هنا، يبقى اقدر اكتب القانون عباره عن 3 جذر 2 من الفي لاين ار ام اس اللي هي جيفن في المساله على سواء بقى 2 باي او الباي مضروبه في 1 زائد كوسين الالفا او مضروبه في كوسين الالفا. يبقى انا اقدر اكتبها كده 3 جذر 2 في لاين ار ام اس، والفي لاين ده القيمه اللي جيفن في السؤال على طول، عشان هو دايما الداتا اللي بتتقال في السؤال بتكون ار ام اس تمام. جه دكتور شندي كتب ايه في السلايد؟ جه قال لك ان انا عندي سواء في السيمي كنترولد او الفول كنترولد، كتبها لك على طول، كتب لك القانون عباره عن 3 الفي ماكسيمم لو هنتكلم مثلا على السيمي على 2 باي 1 زائد كوزاين الالفا. طب هو كاتبها 3 في ماكسيمم ليه كده على طول؟ عشان عارف جه قال لك ان انت عندك ان الفي ار ام اس بيساوي الفي ماكسيمم على جذر 2، فلما اجي اشيل الفي ماكسيمم تبقى عباره عن الفي ار ام اس في جذر 2، فلما شلت الفي ماكسيمم هنا احطها ار ام اس في جذر 2 اللي هي تبقى عباره عن 3 جذر 2 اللي هي اصلا احنا كنا كاتبينها هنا. ففي الاخر القوانين كلها واحده، اللي هو ايه؟ في الثري فيز تبقى 3 جذر 2 في الفي لاين ار ام اس، والفي لاين ار ام اس اللي جايبين في السؤال على 2 باي لو سيمي كنترولد مضروبه في 1 زائد كوزين الالفا، او على باي مضروبه في كوزين الالفا لو كانت هي فولي كنترولد. يبقى خلصت الموضوع ده اللي هي 3 جذر 2 في الفي لاين ار ام اس تمام كده. يبقى كده راجعنا القوانين. اجي احل المسائل بقى. انا دلوقتي عملت سبيد كنترول، انا كده اصلا قوانين الفي اي والكلام ده كله ما اتغيرش. هو اللي هيتغير ايه اصلا؟ التعويض في القانون نفسه بتاع الموتور نفسه، ان الفي اي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال مش الار اي بس، هي الاختلاف هيكون في النقط اللي شبه كده تمام. فانا دلوقتي عندي المسائل الانواع بتاعتي كانت ايه؟ كان حته ان هو يديك الار بي ام، يقول لك مثلا ب 800 ار بي ام وعاوز الالفا عندها. فكنا بنمشي ازاي؟ كنت بقول اول حاجه ان انا اجيب الاي باك، فالاي باك كانت عباره عن الكي فاي في الاوميجا عندي اللي هو اصلا عندي ال 800. طب الكي فاي قلنا بنقف، ده اكننا بنراجع جزء دكتور عادل تاني. قلت ان انا بقف ليه؟ ان الكي فاي دي لا اما هتكون عند الريتد فخلاص دي هشتغل عليها على طول، هجيب الكي فاي عند الريتد واعوض عنها، يا اما يديني الكي في واقدر احسب الاي اف واجيبها فيها تمام. الحاله الثالثه اللي هتزيد معانا هنا في السيريز ان التورك لود لو اتغير او لقيته بيتناسب مع السرعه او بيتغير باي قيمه، فساعتها الكي فاي هتتغير هي كمان. طب ليه؟ عشان عارف ان الكي فاي اللي هي الكي في في الاي اف، طب ما الاي اف هي الاي اي، وانا كنت بقول ان الاي اي باخدها في الحسبان لما التورك بيتغير صح؟ فانا عندي لو التورك اتغير فالاي اي هتتغير، فالكي فاي هتتغير هي كمان. يبقى انا دي الحاله الثالثه الجديده بتاعتي، ان انا لما الاي اي بتتغير بيأثر لي، لما التورك بيتغير بيأثر لي على الكي فاي وبيأثر لي على الاي اي. في حاله السيبريت كان بيأثر على الاي اي بس، ولازم اخد بالي من حاجه زي كده تمام. فكده اخدت اعتباري في الجزء ده وحسبت له الاي باك. بعد ما اجيب الاي باك عايز احسب الفي اي، كانت بتبقى عباره عن ايه؟ الاي باك اللي انا حسبتها زائد الاي اي في الار توتال. بعد ما حسبتها جيت اشوف قانون بقى الايه الركتيفاير اللي عندي. لو قلت مثلا ان هو سنجل فيز مثلا كان بيبقى عباره عن الفي ماكسيمم على باي، او لو قلت فولي سنجل فيز فولي تبقى 2 في ماكسيمم على باي في كوزاين الالفا
تمام، ومعايا الفي اي ومعايا الكلام ده كله، اقدر اجيب الالفا اللي هو شيفت كوزاين الكلام ده كله، يبقى جبت له الالفا بتاعتي. تمام كده، ده كده نفس قوانين دكتور عادل، بس قلت ان انا عندي في الفي اي بتساوي الاي باك زائد الاي اي في الار توتال، واجي عند الاي اي وبعمل ستوب برضه، يبقى انا كنت بعمل ستوب مرتين، ستوب عند الكي فاي واشوفها، وستوب عند الاي اي واشوف علاقه التورك اللي عندي. تمام، فانا عندي هنا التيار لما يتغير ريليتد بالتورك، يبقى ساعتها الكي فاي هتتغير هي كمان. يبقى انا اصلا في مسائل الدي سي سيريز محتاج ان انا احسب الكي فاي عند الريتد. ليه؟ عشان اقارن ما بينها وما بين الحاله التانيه لما التورك يتغير زي التيار كده. لكن احنا في السيريز هناك لا، كنت بجيبها اول مره عند الريتد واشتغل بقى خلاص ان هو اول مره زي تاني مره، والاي اي هي اللي كانت بتتغير بس. تمام كده، يبقى ده كده الاختلاف اللي هيكون عندي، ان انا عندي لما التورك بيتغير الاي اي بيتغير، فهي هتغير في المعادله دي اللي هي الفي اي بتساوي الاي باك زائد الاي اي في الار توتال، وكمان هتغير لي في الاي باك ان الاي باك كيف الفاي في الاوميجا، فالكي فاي اتغيرت هي كمان. تمام كده، ده كده جزء المسائل بتاع الكنترول ريكتيفاير. فتعال نشوف بقى مسائل على ده. هنبدا طبعا زي ما بنحل، احنا بنحل مسائل السلايد ومسائل الشيت بحيث ان احنا نكون غطينا كل المسائل. تمام، هنبدا طبعا بايه؟ بمسائل السلايد. ادي المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه بقى، اللي احنا الاولى كانت نظري. تمام، فاول مثال معانا جينا كده اول مثال معانا. المثال بقى بيقول ايه؟ بيقول ان انا دلوقتي عندي دي سي سيريز موتور، تمام، 220 فولت و200 امبير، 1400 ار بي ام، هذا سيريز فيلد اند ارماتشر ريزيستنس، مديني الار اف والار اي. تمام، ذا موتور از كنترولد فروم 3 فيز كومبليت بريدج. انا على طول اكتب له ان الفي اي عندي هتكون بكام؟ اللي هو عباره عن 3 جذر 2 من الفي لاين ار ام اس، تمام، على الباي في كوزاين الالفا. تمام، بعد كده ذا موتور از لودد باي ريتد لود تورك ات فايرنج انجل ب 30، مديني الالفا. ماشي، ذا سبيد از ريديوسد تو 1200 ار بي ام، وغير في السرعه فور ذا سيم لودنج كونديشن. ذا سيم لودنج كونديشن يعني التورك ما اتغيرش، يبقى الاي اي ما اتغيرتش، يبقى الكي فاي ما اتغيرتش هي كمان، يبقى هي تبقى ثابته قبل وبعد. تمام كده، كالكيوليت نيو فايرنج انجل اف ذا ارماتشر اند فيلد درايف ريتد كارنت، والاثنين ايه؟ بيقول لك ايه؟ خدوا الريتد كارنت اللي هو اصلا 200 امبير. يبقى انا كده عندي مساله يعتبر زي دكتور عادل بالظبط، ما فيهاش اختلاف، ان انا اصلا الكي فاي بقت ثابته، اللي يختلف بس القانون نفسه. تمام، فانا عندي اول حاجه وعاوز يحسب النيو فايرنج انجل، فانا قلت عشان احسب الفايرنج انجل اللي هو مديني الار بي ام اللي هو 1200، يبقى محتاج احسب ايه؟ اول حاجه الاي باك، بمشي المساله اي باك بتساوي الايه؟ الكي 5 في الاوميجا. طب الكي 5 عاوز اجيبها، يبقى اجيبها الاول عند الريتد، يبقى اجي اقول ات الريتد كونديشن، ات الريتد كونديشنز. تمام، ات الريتد كونديشنز كان عندي ان الفي اي عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال. تمام، الفي اي اللي هي ب 220 بتساوي الاي باك اللي عاوز احسبها زائد الاي اي اللي هو مديها لي ب 200 في الار توتال اللي هو هجمع 0.035 زائد 0.05، ومن هنا احسب الاي باك، فهيطلع الاي باك معايا عباره عن 203 فولت. تمام، بعد كده انا عارف ان الاي باك عباره عن الكي في الفاي في الاوميجا، تبقى الكي فاي عباره عن ايه؟ عباره عن الاي باك على الاوميجا. الاي باك جبتها ب 203 والاوميجا 2 باي على 60 في الان بكام؟ انا هنا شغال عند الريتد اللي هي 1400 ار بي ام، واجيب منها الكي فاي، فتطلع ان الكي فاي عباره عن 3.85 فولت في سكند. كده جبت له الكي فاي. تمام، اجي اشتغل بقى اقول له ات ال 1200 ار بي ام. تمام كده، ات ال 1200 ار بي ام، اول حاجه بحسب الاي باك. لو جينا غيرنا هنا بالاحمر، عندي الاي باك كانت عباره عن الكي فاي في الاوميجا، الكي فاي لسه جايبها 1.35 في الاوميجا اللي هي 2 باي على 60 مضروبه في الان بتاعتي اللي هي الان الجديده اللي هي 1200 اللي هي الان دي. تمام، اجيب منه الاي باك، فهتطلع معايا الاي باك ب 174.04 فولت. بعد كده اجيب الفي اي تبقى عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار اي، الاي باك اللي لسه جايبها اللي هي 174 زائد الاي اي اللي هي الريتد ب 200 والار توتال اللي هو مجموع الاثنين دول اللي هو 0.035 زائد 0.05%،
فيطلع معايا الفي اي ب 191.04 فولت. تمام. جبت الفي اي، اكتب بقى القانون بتاع الريكتيفاير اللي هو 3 جذر 2 الفي لاين على الباي في كوزاين الالفا. تمام. كنترولد فروم سايرستور. الفي لاين بكام؟ قال لي ان الفي لاين تمام. جيت لقيت ان انا عندي الفي لاين انا ما جبتهاش اصلا. طب مش هو اصلا عند الريتد الريتد لود التورك كان بيديني الفايرنج انجل ب 30؟ طب مش الفايرنج انجل ب 30 والريتد فولت اللي هو الفي اي ب 220 مش هقدر اجيب منها الفي لاين؟ يبقى انا اقدر احسب له هنا. يبقى انا كنت المفروض خدت بالي من حاجه زي كده في الاول. يبقى انا كده بحل وبشوف اللي ناقصني. تمام. فانا كده من الاول نفسه عند الريتد اقدر اقول له ان انا كان عندي ان الفي اي اللي هي بتساوي 220 بتساوي 3 جذر 2 من الفي لاين على الباي في كوساين ال 30. ومن هنا هجيب الفي لاين اللي هو هقسم ده على ده، فهجيب منها ان الفي لاين هتطلع معايا ب 188.11 فولت. تمام. بعد ما جبت الفي لاين هرجع اعوض بيه هنا وشيفت كوزاين الرقم ده فاجيب منه الالفا، فيطلع عندي ان الالفا هتساوي 41.23 ديجري. تمام. يبقى ده كده المطلوب اللي هو كان عاوزه، ان هو عاوز الفايرنج انجل. هتلاقي المساله زي اللي احنا كنا عارفينها بالظبط، فمفيش فيها اختلاف كبير زي دكتور عادل. الفكره بس ايه شكل القانون. تمام. طب نيجي لتاني مساله في السلايد عندنا، ديت المساله الاولى وده الحل بتاعها. نيجي لتاني مساله. تمام. لو جينا خدنا خط كده عشان نفصل ما بين المسائل. بيقول لك دي سي سيريز موتور 240 فولت هاز ا سيريز فيلد اند ارميتشر. هنا مديني الار توتال جاهزه بنص. ماشي. ذا باك ام اف از 218 ات 800 ار بي ام. تمام. مديني التورك لود ب 4 من 10 اوميجا. يبقى كده التورك بيتغير مع السرعه. يبقى كده عندي في ريليشن اخد بالي منها. with a supply connected 3 phase half controlled. فانا عندي في الهاف كنترول دي كانت الفي عباره عن ايه؟ اللي هو 3 جذر 2 من الفي لاين ار ام اس على 2 الباي 1 زائد كوزاين الالفا. تمام. عاوز ايه بقى؟ سيلكت ا سيوتابل اي سي لاين فولتج. عاوز اللي هو الفي لاين ده. فيت ذا كونفرتر ذات اوبريت ذا موتور ات 800 ار بي ام والفايرنج انجل بزيرو. تمام. انا عندي الاوميجا ب 800 ار بي ام، عندي الفايرنج انجل بزيرو. هو عاوز يجيب الفي ال، انا كده محتاج الفي اي صح؟ طب مش اصلا هو هنا شغال عند 800 ار بي ام في المساله؟ يبقى هو اصلا كده شغال عند الجهد بتاع المساله اللي هو 240 فولت. يبقى انا عندي هنا اقدر اقول له كده اول مطلوب ان ال 240 فولت بتساوي 3 جذر 2 الفي لاين على 2 الباي في 1 زائد كوزاين الصفر. كوزاين صفر بواحد تبقى 1 زائد 1 2، 2 هتروح مع الاثنين تبقى 3 جذر 2 الفي لاين على باي تساوي 240. ومنها اجيب الفي لاين، وطبعا دي ار ام اس، تبقى الفي لاين ار ام اس هتطلع معايا ب 177.72 فولت. تمام كده. ادي كده اول مطلوب. انا كده لما اجي اطلب الفي لاين احط القانون بتاعي على طول، هو ده اللي بيوصلني واشوف كل حاجه معايا. فلقيت الالفا هو قايل لي عندي الزيرو، فخلاص يبقى كده محتاج الفي اي. فقال لي ان هو شغال عند ال 800. طب ما اصلا ال 800 اللي هي اصلا جيفن في الداتا بتاعتي اللي هو يعتبر الريتد عندي، يبقى كده شغال عند ال 240 فولت. فحطيت 240 جبت الفي لاين. تمام. نخش على المطلوب الثاني. المطلوب الثاني بيقول لي بقى determine the firing angle range. ماشي. operate that the motor at speed 800 و400. يبقى انا عندي موتور كان شغال عند ال 800 بعد كده هوصل له لل 400، فعاوز الرينج بتاع الالفا بتاعتي. طب مش انا اصلا عندي ال 800 ات 800 ار بي ام كان هو قايل لي اصلا ان الالفا بزيرو، الالفا بتساوي زيرو، ده يعتبر الريتد صح؟ هو قايل له. يبقى كده جبت بتاع ال 800. ندخل عند ال 400. عند ال 400 السرعه اتغيرت. طب مش هو قايل لي ان التورك بيتناسب مع 4 من 10 اوميجا؟ لازم اخد بالي السرعه اتغيرت، والتورك كان مديني الريشن ما بينه، فهيغير لي السرعه معاه هيغير لي التورك. فالتورك لما بيتغير هيغير التيار، لما التيار هيتغير هيغير لي في الكي فاي. يبقى انا اصلا محتاج اجيب الكي فاي الاول. يبقى انا كده بالنسبه لل 400 قبل ما اجيبها هقول له بقى ايه؟ at rated conditions. عاوز اجيب له الكي فاي. انا عارف ان الاي باك كانت عباره عن الكي في الفاي في الاوميجا صح؟
يبقى انا كده عندي ان الكي فاي هتساوي اي باك على الاوميجا. تمام. تبقى الكي فاي بتساوي الاي باك اللي هي اصلا هو قال لي في السؤال ان هي ب 218. تمام. الاي باك قال لي ب 218. تمام. طب الاوميجا 2 باي ان على 60، ادي 2 باي على 60، والان عندي بكام؟ على ان هو انا شغال عند الريتد، فاللي هي الان ب 800. تمام كده. فالكي فاي عندي هتطلع ب 2.6 فولت سكند. تمام كده جبت له الكي فاي. طب اخد بالي من حاجه، انا دلوقتي الكي فاي اتغيرت صح؟ طب مش الكي فاي اصلا كنت بفكها اللي هي الكي في في الاي اف، والاي اف هي الاي اي، تبقى عباره عن الكي في في الاي اي. طب لما التورك اتغير الاي اي بتتغير، يبقى الكي فاي هتتغير كمان. يبقى انا عاوز اجيب الكي في لوحدها والاي اي لوحدها عشان اشوف التغيير بتاعي. يبقى انا كده محتاج اجيب الاي اي الاول. طب انا اصلا ايه اللي بيخليني اجيب الاي اي؟ عشان اجيب الاي اي كان عندي حالتين، يا اما بجيبها عن طريق التورك، وهنا مش هعرف اصلا عشان التورك مش معايا، يا اما كنت بجيبها عن طريق المعادله الاساسيه اصلا، ان الفي كنت بجيبها عن طريق المعادله الاساسيه، ان انا عندي ان الفي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال. طب ما انا الاي باك معايا والفي اي معايا عشان انا شغال عند الريتد صح، والار توتال معايا، يبقى مفيش غير الاي اي. يبقى اقدر اقول له ان الاي اي عباره عن ايه؟ قانون كيرشوف عادي، ان هي الفي اي ناقص الاي باك على الار توتال. فاعوض عن الكلام ده، الفي اي ب 220 ناقص 218. تمام. هي ب 220 ولا بكام؟ ده 240. المساله اللي فاتت هي كانت 220. تمام. 240 ناقص 218 على الار توتال اللي هو مديها لي بنص، فاحسب منها الاي اي، فيطلع الاي اي ب 44 امبير. تمام. بعد ما جبت الاي اي ارجع بقى من الكي فاي اجيب الكي في بتاعتها، ان انا عندي الكي فاي بتساوي كي في في الاي اي. بقدر اقول له كده ان الكي في عباره عن الكي فاي اللي هي 2.6 على التيار عندي اللي هو 44، فيطلع معايا 0.0591 فولت في سكند على الامبير. يعني اصلا الكي فاي كانت فولت سكند وده الامبير، او اللي هي ايه فولت على امبير فراد على سكند اللي احنا كنا عارفينها. يبقى كده جبت له ايه؟ الكي في. تمام. ده كده اتريتد ليه؟ عشان اصلا بقى لما التورك يتغير التيار هيتغير، فالتيار هيتغير فالكي فاي هتتغير، فكل حاجه هتتغير معايا. يبقى انا كده في جزء السيريز محتاج اجيب اي حاجه فيها التيار الاي اي بتاعي لازم احاول اجيبه لوحده. عشان كده جبت الكي فاي فكيتها، جبت الكي في لوحدها عشان لما التورك يتغير التيار بيتغير معايا. فاجي اقول له بقى الريليشن بتاعتي اللي كان مديها في المساله، كان قايل ان التورك بيساوي 4/10 اوميجا. تمام. نيجي نكمل هنا عشان الصفحه خلصت. تمام. كان قايل لي ان التورك بتساوي 4/10 اوميجا. بقدر اقول له كده ان التورك يتناسب مع الاوميجا. طب وانا عارف ان التورك بيتناسب مع مربع التيار صح؟ يبقى انا كده عندي الاوميجا بتتناسب مع مربع التيار، والاوميجا اللي هي السبيد اللي هي 2 باي ان على 60، 2 باي على 60 هيطيروا مع بعض. فاقدر اقول بقى ان كده ان الان 1 على الان 2 بتساوي الاي اي 1 على الاي اي 2، بس طبعا ايه منساش التربيع. وابدا اعوض الان 1 اللي هي 800 الريتد، والان 2 اللي 400 اللي انا عاوز اوصل عندها، بتساوي الاي اي 1 اللي هي ال 44 اللي كنا لسه حاسبينها، والاي اي 2 دي اللي انا عاوز احسبها. فاضرب طرفين في وسطين واخد ليهم الجذر، فيطلع معايا ان الاي اي 2 اللي هو التيار بقى في الحاله الجديده بتاع القيمه الجديده. تمام. هيطلع معايا ب 31.1 امبير. تمام كده. يبقى ده كده التيار بتاعي، هو ده اللي ابدا استخدمه. اجي اقول له بقى ايه ال 400 ار بي ام اللي انا عاوز احسبه عندها. فهمشي بقى الخطوات بتاعتنا الاساسيه، ان انا عندي ان الاي باك كانت عباره عن ايه؟ الكي في في الاي اي في الاوميجا. الكي في اللي هي 0.0951 ولا كانت 591؟ لا كانت 591. تمام. والاي اي اللي لسه حاسبها 31.1، والاوميجا اللي هي 2 باي على 60 في الان اللي هي ب 400. تمام. فيطلع معايا الاي باك ب 77 فولت. اجيب منها الفي اي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال. ادي الاي باك جبتها زائد الاي اي اللي انا لسه جايبها 31.1 في الار توتال اللي هي نص، فنص في 31.1 زائد ال 77 فيديني الفي اي ب 92.55 فولت.
جبت الفي اي. طب ما انا عارف اصلا ان الفي اي كانت عباره عن 3 جذر 2 على باي في الفي لاين. انا هنا كانت 3 فيز هاف ويف، لا تبقى كانت على 2 باي في الفي لاين في 1 زائد كوزاين الالفا. تمام. الفي اي معايا، الفي لاين ده انا جايبه من اول مطلوب معايا، من كل حاجه معايا، شفت كوزاين الرقم ده كله، فاقدر اجيب الالفا بتاعتي فهتطلع 103.2. يبقى انا كده عندي رينج الالفا اللي هو عاوزه بتراوح ما بين الزيرو وال 103.2 ديجري، اللي هي اصلا السبيد اللي هو كان بيقارن ما بينها ما بين ال 800 ار بي ام لحد ال 400 ار بي ام. ده كده مطلوب اللي هو كان عاوزه في المساله، اللي هو كان مطلوب رقم 2. مطلوب رقم 2 اللي هو كان عاوز الايه؟ الفايرنج انجل رينج من ال 800 ل 400. بعد كده بيقول لك بقى ديترماين الفايرنج انجل تو اوبريت ذا موتور ات 800 ار بي ام اف ذا سبلاي فولتج ب 380. هو هنا كل اللي عمله ايه؟ ان انا عندي الفي لاين ار ام اس في اول حاجه ما كانتش معايا، ده انا حسبتها في اول مطلوب، بعد كده بدات استخدمها اللي هي طلعت 177، فهي دي اللي استخدمها. لكن جه هنا غير، هو قال لي لا انت تستخدم ال 380. طب مش اصلا عند ال 800 انا الفي اي بتاعتي، انا عارف ان القانون الفي اي 3 جذر 2 في لاين على 2 الباي 1 زائد كوزين الالفا، هو عاوز يجيب الالفا. تمام. الفي لاين معايا يبقى ناقص الفي اي. طب مش الفي اي عند ال 800 اللي هي ريتد اصلا، فاللي هي 240، يبقى ده كده معايا. يبقى كده ده الفي اي معايا والفي لاين معايا، اقدر اجيب الالفا. بعد كده المطلوب اللي بعده هنكتب الكلام ده دلوقتي، بس انا بشرح هنا الفكره نفسها. جيت في المطلوب اللي بعده قال ايه؟ ديترماين الفايرنج انجل رينج ذات اوبريت ذا موتور ات سبيد 800 و400 ان ذا سبلاي اللي هو 380 فولت. يبقى هشوف الفي اي عند ال 400 كانت بكام واعوض عنها هي كمان. طب تعال نكتب ده. انا عندي في المطلوب رقم 3. تمام. كان كل الفكره في ايه؟ هو عاوز اداني الفي لاين ب 380. تمام كده. طب مش انا عارف ان الفي اي بتساوي 3 جذر 2 الفي لاين على 2 الباي 1 زائد كوزين الالفا، صح؟ الفي لاين جيفن اهي معايا. طب الفي اي، طب من الفي اي عند ال 800 ار بي ام، 800 ار بي ام كانت الريتد اصلا اللي هي 240. يبقى كده كل حاجه معايا، مفيش اي حاجه مجهوله غير الالفا، فشفت كوزين الكلام ده كله اطلع الالفا بتساوي 93.07. تمام. نيجي في المساله الرابعه، كان عاوز الرينج بتاع الالفا زي اللي جبناه ده عند ال 800 وال 400 ار بي ام، بس لما السبلاي كان ب 380. طب اصلا عند ال 800 انا جبتها الالفا ب 93، يبقى انا كده عاوز اجيبها عند ال 400. طب مش عند ال 400 انا حسبت الفي اي والفي اي ما اتغيرتش، ادي فين الفي اي؟ الفي اي عند ال 400 طلعت ب 92.55. يبقى انا هستخدم هنا نفس القانون، ان انا عندي في المطلوب رقم 4 ان الفي اي هستخدمها لما كانت ب 92.55 والفي لاين ب 380، مفيش اي حاجه مجهوله غير الالفا. شفت كوزين الكلام ده كله فيطلع الفا بكام؟ ب 129.7. وانا كده جبت له الرينج بتاع الالفا اللي هو عاوزه، ومحصوره ما بين ال 93.7 ديجري وما بين ال 129.7 ديجري. يبقى ده كده قيمه الالفا ما بين ال 800 وال 400 ار بي ام بس ات 380 فولت سبلاي. ده كده حلينا تاني مسألة في السلايد عندي. تمام. وبعد كده الجزء المسائل على اللي هو الريكتيفاير ما فيهاش مشكلة، اللي هو ايه؟ المسائل الطبيعية بتاعتنا، الاختلاف بس ان التورك لما بيتغير بيأثر لي على الاي اي وبيأثر على الكي فاي هي كمان. تمام. طب نيجي نشوف، احنا كل ده لسه في الايه؟ الادفانسد ميثود الريكتيفاير. احنا قلنا عندنا نوعين، ريكتيفاير وديست شوبر. احنا لسه ما جيناش ناحية الديست شوبر، احنا بنحل الريكتيفاير بس. تمام. طب انا كده خلصت مسائل السلايد. هنخش على مسائل الشيت. احنا الشيت عندنا هو جايب شيتين، شيت في حاله الريكتيفاير كنترول ريكتيفاير اللي هو السيرستور، وشيت تاني في حاله الايه؟ الديست شوبر. تمام. فاحنا شرحنا جزء الريكتيفاير فهنحل شيت الريكتيفاير. فالشيت الريكتيفاير كان عباره عن 3 مسائل فهنحلهم. فنيجي نجيب المساله الاولى هنلاقي اللي هي نفس الافكار، اصل هو خلاص مفيش حاجه جديده هيجيبها، اللي هو يعتبر كده هو جاب كل حاجه. نجيبها في صفحه جديده عشان مش تيجي هنا. تمام. فنيجي بقى ايه؟ نحل مسائل الشيت. الشيت كان عباره عن 3 مسائل. تمام. فنبدا نحلهم. فنيجي للمساله الاولى بتاعتي، بيقول لي ان انا عندي 3 فيز، مختبت القلم تمام، 3 فيز هاف كنترولد بريدج، وده 3 فيز اللي هو عباره عن ايه؟
اللي هو كانت الفي اي بتاعته عباره عن 3 جذر 2 الفي لاين على 2 الباي 1 زائد كوزاين الالفا. تمام. دي سي هافنج ذا فولوينج ديتيلز. الريتد فولت ب 240 والمقاومه 4 من 10 والباك ام اف ات 800 ب 218. هتلاقي اللي هي يعتبر نفس الداتا بتاع المسألتين السلايد، بس هنا الريليشن بتاع التورك غيره، قالك التورك ايه 26000 على الاوميجا. يعتبر هنا التورك بيساوي رقم على الاوميجا، يعني التورك يتناسب عكسيا مع الاوميجا. ادي الريليشن اللي عملها هنا. عاوز ايه بقى؟ هو السلكت سيوتبل فولتج تو ذا كونفرتر ات ران 800 ار بي ام والالفا بزيرو، يعتبر زي اول مطلوب. بعد كده عاوز الرينج بتاع الفارنج انجل من ال 800 ل 400، يعتبر نفس المساله بس هنحلها ونشوف. هلاقي ان انا عندي الايه الاختلاف كان بسيط. فانا دلوقتي اول مطلوب عاوز الايه الفي لاين ده، عاوز الفي لاين ده. تمام. لو جينا غيرنا هنا من ده، عاوز الفي لاين ده. طب اجيبه ازاي؟ انا الالفا قايل لي ان هي بزيرو. تمام. يبقى انا ناقصني الفي اي. طب هو قايل لي ان هو عاوز عند 800 ار بي ام. طب مش ال 800 ار بي ام ده اللي هو قايل لي في المساله ان هي الريتد عند الريتد، ما هو شغال ب 240 فولت 4 من 10 الباك ام اف ب 218 والسرعه ب 800. يبقى انا هاخد ال 240. يبقى انا كده عندي ده ب 240 بتساوي 3 جذر 2 الكلام ده كله. مفيش اي حاجه موجوده غير الفي لاين اقدر اجيبها. هلاقي نفس اصلا الداتا بتاع المساله اللي لسه حلينا بتاع السلايد، فيطلع معايا ان الفي لاين 177.72. كده جبت له اول مطلوب. بعد كده if the speed is required from 800 ل 400 determine الرينج. هي يعتبر نفس المساله اللي فاتت بتاع السلايد، بس الفكره في ايه؟ هنا التورك هشوف بقى التورك بيتناسب مع عكسيا مع السرعه مش طرديا. هناك كان مديها لي، كان بيقول لي المساله اللي لسه حليناها كان الريليشن عامله ازاي. فين الريليشن التورك؟ كان ريليشن التورك فين المساله؟ كان قايل لي ان التورك 4 من 10 اوميجا، كان علاقه طرديه ما بينها. فهنا لا، هنا جايبها لي علاقه عكسيه. فادي فرق المساله. يعني طريقه الحل ثابته، اللي اتغير بس ايه حته الريليشن مش اكتر. فانا دلوقتي اصلا يبقى انا كده عشان اجيب ريليشن يبقى محتاج اجيب الاول عند الريتد صح؟ هو عاوز يجيب الرينج. فاحنا متفقين لو جيت تاني مطلوب اهوت، متفقين ان انا عندي ال 800 ار بي ام كان الالفا اصلا بزيرو. هبدا اشتغل الحاله الثانيه بقى اللي هو عند ال 400. فعند قبل ما اجيب عند ال 400 محتاج اجيب له الكي فاي ات الريتد صح؟ فات الريتد اللي هي دي نفس داتا المساله اللي فاتت، فمش حاجه تتغير. فالكي فاي هتطلع ب 2.6 تمام فولت في سكند. طب عاوز اجيب التيار، عاوز اجيب له الاي ريتد. هي كمان كانت عباره عن الفي اي ناقص الاي باك على الار التوتال. الفي اي ما اتغيرتش 240، الاي باك 218 ما اتغيرتش، بس الار توتال هنا مدالي ب 4 من 10 هناك كانت بنص، يعني ما فرقتش. ف 4 من 10 فالتيار بدل ما هناك طلع 44 هنا هيطلع 55 امبير. تمام. بعد كده انا قلت ان انا معايا التيار، قلت ان انا في حاله ان التورك بيتغير فالكي فاي كلها بتتغير، فمحتاج ان انا ايه اجيب الكي في لوحدها. تبقى الكي في تبقى عباره عن الكي فاي على الاي اي اللي هو 2.6 على 55، فيطلع معايا الكي في تمام هتطلع ب 0.0473 فولت في سكند على الامبير. تمام. بعد كده نيجي بقى ايه ندرس الريليشن بتاعتنا. ان انا عندي التورك، لو جيت كتبناها بالاحمر، ان انا عندي التورك بيتناسب مع 1 على الاوميجا، وان انا عندي التورك يتناسب مع مربع التيار. يبقى انا كده اذا ان ال N2 على ال N1 بتساوي ال IA1 على ال IA2، وما انساش طبعا التربيع. تمام. وابدا اعوض ال N2 اللي هي 400. اخد بالي هنا ان العلاقه عكسيه، هو ال N1 اللي هي 800 بتساوي ال IA1 اللي احنا جبناها ب 55 سكوير، وادي ال IA2 سكوير، ده في ده على ده 55 سكوير في 800 على 400، واخد الجذر ليهم فيطلع معايا ان الاي اي 2 هتطلع ب 77.78 امبير. تمام. جبت التيار، ارجع بقى اعوض اللي هو اقول له ات ال 400 ار بي ام. تمام. ان انا عندي الاي باك عباره عن الكي في في الاي اي في الاوميجا. الكي في اللي انا لسه حاسبها اللي هو 0.0473، الاي اي لسه حاسبينها 77.78
الاوميجا 2 باي على ال 60 في الان بكام؟ اللي هي ال 400 اللي عاوز يحسب عندها، فيطلع معايا الاي باك ب 154.11. بعد كده عاوز اجيب الفي اي عباره عن الاي باك اللي انا لسه جايبها اللي هي 154.11. طبعا انا لو في الامتحان بكتب القانون عشان طبعا القانون بقى عليه درجه، انا هكتب له الاول ان الفي اي عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال. انا هنا بعوض اللي هو خلاص بقى ان احنا المسائل بتتكرر، انا عاوز اوصل للفكره نفسها. تمام، ف 154.11 زائد الاي اي اللي لسه حاسبها ب 77.78 صح؟ مضروبه في الار توتال اللي هي 4/10، فهيطلع معايا ان الفي اي بتساوي 185.22 فولت. طب انا عارف اصلا ان الفي اي كانت عباره عن 3 جذر 2 على 2 الباي في الفي لاين في 1 زائد كوزين الالفا. الفي لاين اصلا اللي انا حاسبها من اول مطلوب اللي هي 177. تمام، والفي اللي معايا مفيش اي حاجه مجهوله غير الالفا، فاقول له ان الالفا بتاعتي هتطلع ب 57.08. تمام، ومن هنا اقول له بقى ان كده رينج الالفا بتاعتي محصور ما بين الزيرو ما بين ال 57.08. ده كده السؤال الاول في الشيت. تمام، ندخل على تاني سؤال معانا، السؤال التاني اهوت. تمام، السؤال التاني في الشيت معانا، هو الشيت كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 اسئلة، فهنخلصهم على طول ان شاء الله. نيجي للسؤال التاني في الشيت معايا. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي دي سي سيريز موتور از كابلد تو افان. فانا اول ما قال كابلد تو افان انا عارف ان الفان ايه؟ ان التورك يتناسب مع مربع السرعة، يبقى ده كده الريليشن بتاع التورك. يعني كل مسألة الفكرة الريليشن بتاع التورك هو اللي هيتغير، وباقي خطوات المسألة زي بعض. فنسرع الريتم كده عشان ما ناخدش وقت كبير. التورك يتناسب مع مربع السرعه فان قابل ترانسفورمر ثرو هاف كنترولد سنجل فيس كونفرتر. بقول لك ثرو ترانسفورمر، يعني انا عندي الاول ترانسفورمر كده. تمام، ادي ده 3 فيز، بعد كده هيدخل على الريكتيفاير بتاعي، بعد كده هيدخل على الموتور كده. تمام، انا محتاج الفي سكندري. انا عندي الترانسفورمر ليه في برايمري وليه في سكندري. تمام، لو مديني الفي سكندري يبقى خير وبركه، مديني البرايمري يبقى انا هضربها في الترنس ريشيو عشان اجيب السكندري. فهكمل المساله، لقيته بيقول له ايه؟ ثرو هاف كنترولد سنجل فيز. هاف كنترولد سنجل فيز وهاف كنترولد اللي هو كان القانون بتاع ايه؟ ان الفي اي كانت عباره عن الفي ماكسيمم على باي 1 زائد كوزين الالفا. تمام، بيقول لي اذا سكندري فولتج هنا تمام، هنا مديني السكندري، انا مش هعمل اي تحويلات، مديهولي ده كده الفي سبلاي. شوفوا الفي سبلاي جابهولي بشكل تاني 675 فولت. وين ذا فايرنج انجل؟ مدينا الفايرنج انجل ب 100. ذا موتور سبيد اند ذا موتور كارنت 436. از ديزايرد تو ريز ذا سبيد تو 600. يبقى انا كده غيرت السبيد، فدي حاله ثانيه. ديترماين ذا ارميتشر كارنت اند فايرنج انجل اوف ذا كيرفنتر. ومديني الفيلد ريزيستنس الارميتشر والفولت ب4/10 اللي هي الار توتال. تمام، طب المساله هحلها ازاي؟ انا دلوقتي عاوز اجيب الارميتشر كارنت. تمام، والفايرنج انجل لما السرعه ايه حصل فيها تغيير لل 600. يبقى انا عندي ال 600 الجديده كنت بقول ايه؟ ان انا عندي ان الاي باك بتساوي الكي فاي في الاوميجا. الاوميجا معايا، يبقى عاوز اجيب الكي فاي، فالكي فاي عباره عن الكي في في الاي اي. يبقى محتاج اجيب الاول في الحاله الريتد، وبعدين اجيب الحاله الريتد ارجع اجيب بقى ايه؟ القيمه بتاعتي نفسها، صح كده؟ طب انا عاوز اجيب الحاله الريتد، ان عند الريتد بقى هلاقي انه اصلا مش مديني قيمه. لو جيت دورت في المساله هنا مش مديني الريتد بكام، يعني الريتد بتاع الفي اي، الريتد بتاع الموتور ده، بتاع الموتور بتاعي عندي بكام؟ مش مديهولي، صح؟ طب ما انا لقيت ان هو مديني الفايرنج انجل، صح؟ ومعايا الفي سبلاي، يبقى اقدر اجيب له الفي اي. يبقى الحاله الريتد بالنسبه لي في المساله دي اللي هو اصلا الفي عند القيمه بتاع الفايرنج انجل اللي هو مديها لي، دي الريتد بالنسبه لي. هو شايف ان الجهد اللي هشتغل عنده اللي هو عند فايرنج انجل ب 100. تمام، يعني هو هنا عاوزنا نجيب الفي اي من النقطه دي، من الجزئيه دي. بمعنى صح ان انا اقول له كده ايه؟ انا عندي الفي اي بتساوي ايه؟ الفي ماكسيمم على باي. الفي ماكسيمم اللي هي كانت بتساوي الفي لاين في جذر 2 اللي هو 675 جذر 2 على الباي في 1 زائد كوزين ال 100. تمام، ومنها هجيب الفي اي، فهتطلع معايا ان الفي اي ب 251.09. يبقى ده كده الفي اي بتاعتي، هي دي الفي اي اللي هتعامل معاها. تمام،
طب عاوز اجيب له بقى الاي باك، تبقى الاي باك عباره عن الفي اي ناقص الاي اي في الار توتال. الفي اي معايا ناقص الاي اي بكام؟ لقيت ان هو قال في المساله ان الاي اي ب 36، والار توتال قايل لي بكام؟ قايل لي ان هي ب4 من 10، تبقى الاي باك الرقم ده ناقص الرقم ده، فتطلع معايا ان الاي باك ب 236.69 فولت. جبت له الاي باك. طب ما انا عارف ان الاي باك كي في 5 في الاوميجا، لو عاوز اجيب الكي فاي نفسها تبقى عباره عن دي كي فاي اي باك على الاوميجا. الاي باك لسه جايبها اللي هي 236.69، الاوميجا 2 باي على 60 في الان بكام؟ اللي هو كان شغال الامبير كان ب 36 عند السبيد اللي هي ب 400، فاجيب منه الكي فاي، فيطلع معايا ان الكي فاي ب 5.65. طب عاوز اجيب منها الكي في بقى، طب مش هي بتساوي الكي في في الاي اي، والاي اي معايا اقدر اقول له ان الكي في هتساوي 5.65 على الاي اي، الاي اي اللي هي ب 36، فيطلع معايا الكي في ب 0.157 تمام، اللي هي فولت في سكند على الامبير. كده جبت له الكي في. اجي بقى ايه كده يعتبر الحاله الاساسيه اللي هي الريتد عندي. هاجي بقى للحاله الثانيه اللي هو ايه، ان انا اصلا غيرت في اللود، كان قايل لي ان اللود ده فان صح، انا كده عندي اقول له ان التورك يتناسب مع مربع السرعه، وانا عارف ان التورك يتناسب مع مربع التيار، يبقى كده اذا ان الاوميجا تربيع بتتناسب مع التيار تربيع. واجي اقول له بقى كده تبقى الان 1 على الان 2 الكل تربيع بتساوي الاي اي 1 على الاي اي 2، ودول برضو تربيع. فاجي اعوض هنا الان 1 اللي هي ب 400، والان 2 اللي هو عاوز يعمل ريز ليها كانت ب 600، وكل ده تربيع. الاي اي 1 تربيع اللي هو ب 36 تربيع على الاي اي 2 تربيع، طرفين فاصلتين واخد الجذر، فيطلع معايا ان الاي اي 2 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 54 امبير. تمام كده. بعد ما جبت بقى الاي اي اروح بقى ايه الشغل الطبيعي بتاعنا. اول حاجه اجيب له الاي باك. الاي باك بتساوي بعد انا جبت اصلا كده الاي اي ب 54، وده اصلا اللي هو اول مطلوب عاوزه، اللي هو عاوز الايه الارمتشر كارنت. تمام، لما عملت ريز للسبيد 600 فالارمتشر كارنت هيريز معايا ل 54. هو كان بكام؟ كان ب 36. تمام، ده كده اول مطلوب. المطلوب الثاني عاوز الفايرنج انجل، ان الاي باك الكي في في الاي اي في الاوميجا. الكي في معايا اللي احنا حاسبينها ب 0.15، الاي اي لسه حاسبينها ب 54، الاوميجا 2 باي ان على 60 والان ب 600، اقدر اجيب له الاي باك، فهتطلع الاي باك ب 532.69. تمام. اجي بعد كده عاوز اجيب الفي اي، عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال. الاي باك لسه حاسبها، الاي اي لسه حاسبينها ب 54، الار توتال مداني في المساله ب 4 من 10، يبقى اقدر احسب له الفي اي، فتطلع الفي اي ب 554.29 فولت. تمام. طب انا عارف اصلا ان الفي اي كانت عباره عن ايه؟ اللي هو الفي ماكسيمم على باي 1 زائد كوزاين الالفا، صح؟ والفي ماكسيمم دي افكها اللي هي الفي لاين في جذر 2، وهو مديني السؤال ده بتاع الترانسفورمر، يبقى اللي هي 675 في جذر 2. تمام. تبقى ده معايا هي كمان، يبقى مفيش اي حاجه موجوده غير الالفا، يبقى اقدر اقول ان الالفا شيفت كوزاين الكلام ده كله، فهتطلع ب 34.6 تقريبا يعني. ده كده قيمه الالفا. يبقى كده حليت له المساله رقم 2 في الشيت. ادي كده جبت له الكرنت والفايرنج انجل اللي هو محتاجه. نيجي بقى نشوف اخر مساله في الشيت معانا. تمام، اخر مساله في الشيت مساله رقم 3. نشوف هل فيها فكره جديده ولا لا، مع ان انا ضامن ان هي مش هتكون فيها فكره جديده، ان هو خلاص هي دي الافكار اللي موجوده، اللي هو فكره ان هو بيجيب لي الريليشن ما بين التورك، فهو يغير الريليشن بس مش اكتر. الريليشن اتغيرت فيقول لي ايه ان التيار اتغير، واقعد بقى احل في المساله. فنيجي نشوف هو مديني فيها ايه ونشوف الداتا بتاعتها. تمام. بتقول ان انا عندي 3 فيز هاف كنترولد بريدج، 3 فيز وهاف تقريبا نفس الداتا عمال يكررها، اللي هو ايه ان الفي اي عباره عن 3 جذر 2 الفي لاين على 2 الباي 1 زائد كوزاين الالفا. هيك كنت طالب اول حاجه الفي لاين هي نفس المساله. تمام، هنشوف دلوقتي. سيريز هافينج ذا فولوينج داتا، الارمتشر فولت ب 240 حتى ما غيرهاش، ريزيستنس بنص نفس مساله السلايد، الباك ام اف 218 عند ال 800، واللود تورك هنا اللود تورك مديوني كقيمه مش مديني كريليشن، فانا عارف ان التورك الكي في الفاي في الكي فاي في الاي اي
اللي هي الكي في الاي اي اللي هي الكي في الاي سكوير. تمام. طب ماشي، طب نشوف هو عاوز ايه. سيلكت السيوتابل فولتج. انا عندي الفي اي بيساوي الرقم ده كله، الفي اي اللي هي 240 والالفا قايل لي ان هي عند الزيرو، مفيش اي حاجه موجوده غير الفي لاين، فنحسبها اللي هي تطلع بنفس الرقم اللي جبناه كتير اللي هو 177.72 فولت. تاني مطلوب عاوز الايه؟ ريكوايرد سبيد فروم 800 ل 400 determines the range، عاوز الرينج بتاع الالفا. طب انا عندي ده كده المطلوب التاني. عند ال 800 ما اختلفناش، عند ال 800 كانت الالفا بزيرو. عند ال 400 انا محتاج اجيب القيمه الجديده. طب اصلا انا هناك كنت اجيب له الكي فايل القديمه وبعد كده اعمل ريليشن واجيب الكي فايل الجديده، عشان كان التورك بيبقى ريليشن صح. هنا التورك مديلك القيمه على طول، يعني قال لي ان التورك ب 4.2 نيوتن متر صح. طب انا عارف ان التورك كان عباره عن الكي في في الاي اي سكوير. لو انا جبت الكي في ومعايا التورك اقدر اجيب الاي اي سكوير صح. انا محتاج اجيب الكي في. طب اجيبها ازاي؟ نجيبها من الريتد كونديشن، اجيب له الكي في عند الريتد واجيب منها الكي في. يبقى انا اقول له ات الريتد تبقى الكي فاي عباره عن الاي باك على الاوميجا. الاي باك اللي هي 218 والاوميجا 2 باي ان على 60 والسبيد كانت ب 800، فيطلع نفس الرقم اللي هي الايه؟ ان الكي فاي 2.6 فولت في سكند. والاي اي اللي هو كنت بقول له عباره عن الفي اي ناقص الاي باك على الار التوتال بنفس الارقام 220 ناقص 240 ناقص 218 على النص، فيطلع معايا التيار ب 44 اللي هو ما اتغيرش بنفس مساله السلايد. ومعايا ده ومعايا ده اقسمهم على بعض فاجيب منهم الكي في اللي كانت بتطلع ب 0.0591 تمام فولت في سكند على الامبير. جبت له الكي في، ارجع فوق هنا معايا الكي في ومعايا التورك اقدر اجيب من هنا التيار. يبقى انا عندي التيار هتبقى عباره عن ايه؟ الاي اي تبقى جذر التورك على الكي في اللي هو 4.2 على 0.059، فيطلع معايا التيار ب 0.843 تمام. جبت الاي اي، همشي بقى الخطوات بتاعتنا ان انا اقول له ان الاي باك كي فاي كي في في الاي اي في الاوميجا والكي في معايا والكلام ده كله معايا. جبت له الاي باك والاي باك في اي، جيت كده كتبنا انا جبت له الاي باك عباره عن الكي في في الاي اي في الاوميجا كلهم معايا. جبت الاي باك ومنها اروح اجيب الفي اي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال، ويعتبر نفس المساله بالظبط اللي اختلف قيمه التيار بس. فجبتها له، جبت الفي اي اسويها بالمعادله بتاع الريكتيفاير سيركت فاجيب منها الالفا. ادي جبت له الالفا وجبت له الرينج. جه في المطلوب اللي بعده خلى الفي سبلاي ب 380 زي المساله بتاع السلايد بالظبط، فهعوض بدل الفي لاين بدل ما كنت بعوض 177 هعوض 380 واجيب له الرينج بتاعي برده من ال 800 ل 400 واجيب له الالفا. فده كده المساله الثالثه في الشيت تمام. ده كده مساله ثالثه في الشيت وكده خلصنا جزء الايه؟ الكنترول ريكتيفاير. يبقى انا كده في الادفانسد تمام. يبقى انا كده في الادفانسد خلصت الكنترول ريكتيفاير، وهنتكلم عن تاني حاجه بقى وهي كانت الايه؟ الدي سي تشوبر. فانا عندي بقى في الدي سي تشوبر، انا في الريكتيفاير كنت بطلع الفي اي على حسب الفايرنج انجل تمام. فانا كان عندي فايرنج انجل، لكن انا في الدي سي تشوبر هنا لا، انا عندي بقى سويتشنج فريكوانسي، بمعنى ان انا عندي ادي ده الشكل بتاعي. ثواني جيت رسمت ده كده تمام كده. جيت انا رسمت المحاور بتاعتي وده كده الجهد السبلاي. قالك ان انا عندي بعمل ايه؟ بعمل سويتش اون واوف، ان انا شغلت فتره معينه بعد كده فصلت فتره معينه بعد كده رجعت شغلت تاني وفصلت تاني وهكذا. فانا عندي ده جهد السبلاي، قلت ده جهد السبلاي اللي هو جهد السبلاي اللي انا بقطع منه تمام. لو قلت ان ده الفي اي اللي هو الجهد اللي هطلعه تمام. فانا عندي في الفتره ديت اللي هي فتره التشغيل اللي هي التي اون، والفتره ديت اللي هي فتره الايقاف اللي هي التي اوف تمام. احنا خدنا التشوبر السنه اللي فاتت، بس انا هنا براجع على الحاجات اللي انا محتاجها بس تمام. وانا عندي التايم ده كله اللي هو كنا بنسميه تي تمام كده. يبقى انا عندي فتره تشغيل تي اون وعندي فتره ايقاف تي اوف وعندي الزمن كله تي تمام. فانا لما كنت عاوز اجيب الفي اوتبوت بتاعي اللي هو الفي اي بقى، عشان هو داخل على ايه؟ الارماتشر سيركت تمام. فالفي اي عندي هيساوي ايه؟ قالك ان هو بيساوي التي اون على التي مضروبه في الفي اس اللي هو نسبه الفتره اللي انا شغلت فيها تمام. وجيت شغلت كده نسبة الفترة اللي انا شغلت فيها، وهنا ممكن نجيب لون تاني مثلا، ده الفترة اللي انا شغلت فيها هنا، مش عارف مش راضي يكتب ليه بس ما علينا
تمام. الفتره اللي انا كنت مشغلها هنا من الفي سبلاي كله الجزء ده بس، تمام كده. فانا عندي هنا ان الفي اي عباره عن التي اون على التي في الفي اس، اللي هو مين الفي اس ده؟ الفي سبلاي. التي اون على التي قال لك هسميها مين؟ هسميها الديوتي ريشيو. انا كده عندي الفي اي عباره عن الدلتا في الفي اس. طب مين هي الدلتا ديت؟ عباره عن الديوتي ريشيو او الديوتي سايكل، تمام. تبقى الديوتي ريشيو او الديوتي سايكل اللي هي نسبه ما بين التي اون على التي، تمام. طب التي دي اقدر اجيبها ازاي؟ قال لك ان هي عباره عن مقلوب السويتشنج فريكوانسي. يبقى انا لو معايا السويتشنج فريكوانسي اقدر اجيب التي كله، او العكس لو انا معايا التي نفسها، وعاوز اجيب السويتشنج فريكوانسي هتبقى 1 على التي، تمام كده. يبقى انا كده هناك كنت اقول ان بقى الفي اوتبوت على حسب نوع الريكتيفاير والكلام ده كله، واقول بقى ايه 2 الفي ماكسيمم على باي والكلام ده كله. لا، هنا خلاصتها ان انا عندي ان الفي اي عباره عن الديوتي ريشيو في الفي اس، وخلص الموضوع. الفي اس ده الفي سبلاي، والديوتي ريشيو على حسب هي كام في السؤال، مش مديها ببدا اشوفها وابدا الاقي ايه تي اون على التي وهكذا. تبقى ده كده التشوبر اسهل معايا في حاجه زي كده، تمام. ده كده بالنسبه للجهد. قال لك بالنسبه للتيار معايا، فقال لك ان التيار بيعمل شحن وتفريغ، تمام. لو جيت رسمت ده كده، انا عندي دي فتره التي اون وادي التي اوف ودي تي اون وهكذا. فقال لك ان هو بيعمل عندي شحن وتفريغ، ان انا عندي التيار بيبدا يزيد وبعد كده ينزل، ما بينزلش للزيرو عشان طبعا ده بيبقى ايه حوار السي ستيت، وبعد كده يبدا يطلع تاني وهكذا. فبيبقى انا عندي هنا ديت الاي 1 وديت الاي 2 اللي اقدر اسميها برده ده كده الاي مينيمم وديت الاي ماكسيمم، تمام. يبقى انا عندي التيار بيعمل ايه؟ شحن وتفريغ، والجهد اللي هو عباره عن السويتشنج، فتره اون وفتره اوف، فتره اون وفتره وبعد كده اوف، بعد كده اون تاني، بعد كده اوف وهكذا، تمام. طب انا لو عاوز احسب بقى الباور، الانبوت باور للموتور، اللي هو الباور اللي كنا بنحسبه هناك كان عباره عن الفي اي في الاي اي، تمام. طب اصلا الفي اي مش انا جبتها عباره عن الدلتا في الفي اس، ممكن اقول الدلتا في الفي اس في الاي اي، تمام. طب التورك ديفلوب اللي كنا بنحسبه كان عباره عن الكي في الفاي في الاي اي، صح؟ كي فاي في الاي اي، او ممكن اقول عشان هنا سيريز تبقى كي في في الاي اي سكوير. يبقى انا عندي هنا هلاقي التشوبر قوانينه اسهل، تمام. طب الاي اي نفسها لو مش معايا بحسبها ازاي؟ الاي ام لو مش معايا عباره عن الاي 1 زائد الاي 2 على الاثنين، اللي هو الاي مينيمم زائد الماكسيمم على الاثنين، تمام. فلو عاوز يحسب الريبل في الكرنت بتاعتي، ان التيار ده شحن وتفريغ اهوت، انا اصلا المفروض ان انا بتعامل يعتبر ستيدي ستيت اللي هو الافريج بتاعهم كده، اللي هو ولا هو الماكسيمم ولا هو المينيمم. فالريبل في التيار اللي هو الدلتا اي اي، تمام، هيساوي اللي هي الاي 2 ناقص الاي 1 على الاثنين، اللي هو الماكسيمم ناقص المينيمم على الاثنين. يبقى انا كده جبت له الريبل. يبقى انا كده عندي الاي اي نفسه الافريج بتاعه اي 1 زائد اي 2 على الاثنين، الريبل اللي هو الماكسيمم ناقص المينيمم على الاثنين اللي هي اي 2 ناقص الاي 1، تمام. واجي بقى ايه القانون اللي ابدا اطبقه في المساله لو انا عاوز بقى الفي نفسها، تمام. الفي اللي هستخدمها في المساله، فانا عندي القانون بتاعتنا ان احنا كان عندنا ان الفي اي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار التوتال، تمام. فالقانون ده اللي هستخدمه في حاله الافريج، اللي هو المساله شغاله افريج، ان انا جبت افريج التيار ابدا اشتغل بيه، تمام. طب انا اصلا لو كانت المساله في حاله ترانزيانت، نكتبها نكمل في الصفحه الثانيه، احنا كده هنكمل لسه. لو جه قال المساله في حاله الترانزيانت بقى، ان انا اصلا لسه في حاله السويتشنج اللي هو اون واوف، ففي الحاله دي قانون الفي اي هيكون عامل ازاي؟ قال لك ان الفي اي عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال زائد ال في الدي اي اي على الدي تي. يبقى دي في حاله الترانزيانت او في حاله الانستنتينيوس ان هي حاله لحظيه، تمام. يبقى انا كده اخد بالي ان انا في المساله لو شغال المسائل الطبيعيه اصلا اللي هي ان انا بشتغل على الافريج، فهتبقى الفي اي الاي باك زائد الاي اي في الار توتال زي ما كنا بنستخدمها. لكن لو جيت عندي ان انا بقيت شغال في حاله الترانزيانت، فلا هيظهر عندي الجزء في الترانزيانت اللي هو جزء ال ده اللي هو بيبقى عباره عن ال في الدي اي اي اوفر الدي تي، تمام كده. قال لك في حاجه محتاج اعرفها بس، اللي هو الايه الكونفيجريشن بتاع التشوبر. الكونفيجريشن ايه هو الكونفيجريشن ده؟ اللي هو الايه التشوبر عندي بيشتغل في ربع كام بمعنى اصح. مش احنا دلوقتي كنا في الريكتيفاير كان عندي في حاله سنجل فيز و3 فيز، سنجل فيز هاف ويف وفول ويف، وابدا اشوف بقى ربع اول ولا ربع اول وتاني ولا ربع تاني وهكذا عشان اشوف حوار الموترنج والبريكنج، تمام. فانا نفس الفكره، انا عندي كونفيجريشن للتشوبر بتاعي. فقال لك الكونفيجريشن بتاعتي اول حاجه اللي هو الفيرست كوادرانت،
اللي هو الربع الاول. فالربع الاول شكل الرسم عندي بيكون عامل زي الربع الاول اللي هو ده، تمام. فشكل الرسم عندي بتكون عامله ازاي؟ انا عندي دلوقتي ده السيريز اللي هي الار اف، وادي جزء الارمتشر، ده كده الار اف، وده جزء الايه الارمتشر، تمام. فانا عندي الربع الاول اللي هو برضو هوصل التشوبر بتاعي عادي، تمام. ادي التشوبر بوصل معاه فري ويلنج دايت، وادي ده كده الفي اي بتاعي، تمام. يبقى انا كده عندي التشوبر، ادي السي اتش اختصار للتشوبر، انا كده عندي وصلت التشوبر وده الفري ويلنج دايود. يبقى هي الرسمه العاديه زي الريكتيفاير. انا هنا كنت بحط سيرستور، لكن هنا لا، المفروض احط ايه ترانزستور، تمام. اللي هو كانت رسمته بقى سواء اللي هي كده، بسم الله، كانت عامله ازاي كده ترانزستور بالشكل ده، او لو كان موسفيت او ايا يكن. فانا هعمل ايه؟ بعمله زي رمز زي رمز الترانزستور، وبحط فوقيه سي اتش اللي هو ده كده اختصار لكلمه تشوبر. يبقى انا كده لو عايز الكونفيجريشن بتاعي الفيرست كوادرانت اللي هو ده موترنج بس، فادي تشوبر وادي فري ويلنج دايود، الموضوع سهل. طب لو عايز في السكند كوادرانت، السكند كوادرانت اللي هو الربع التاني اللي هو جزء البريكنج اللي هو ده كده، اللي هو الجزء ده، فساعتها هعكس ما بين التشوبر وما بين الفري ويلنج دايود. يبقى انا كده عندي ده جزء، ده الموتور نفسه، تمام. فيجي عندي ان انا عندي هعكس ما بين التشوبر، هتبقى دي التشوبر يكون اتجاه لتحت، وده كده فري ويلنج دايود، تمام. وهنشرح طبعا الاوبريشن ده في الجزء بتاعي، يعني لما نيجي في جزء البريكنج والفول كوادرنت اوبريشن هنشرح بقى الاوبريشن بيمشي ازاي، وده بيشتغل امتى وده بيشتغلش امتى وهكذا، تمام. انا هنا بس ايه مجرد برسم الرسمه بتاعتي. فده الدايود او الفري ويلنج دايود، وده التشوبر بتاعي، تمام. السي اتش اختصار للتشوبر، وده جزء الايه الريكتيفاير سيركت، تمام كده. طب نيجي للحاله الثالثه، الكونفيجريشن الثالث. الكونفيجريشن الثالث في حالتي اللي هو 2 كوادرانت بس تايب ايه، 2 كوادرانت تايب ايه. طيب ايه ده اللي هو بيكون شغال في الربع الاول والثاني موترنج وبريكنج، بس ربع اول والثاني اللي هو فورورد موترنج وفورورد بريكنج، تمام. في الحاله دي بيكون شكل الرسم بيكون عامل ازاي؟ انا عندي ادي ده الار اف وادي جزء الارمتشر، دول مفيش فيهم اختلاف، تمام. نيجي بقى جزء الدايود عندي، تمام. فقال لك ان انا بعمل ايه؟ بعمل باك تو باك. يعني انا عندي ادي ده شوبر وادي ده شوبر تاني الاسفل، تمام. واحط باك تو باك دايود معايا، ادي ده كده تشوبر واحد وادي ده تشوبر اتنين، تمام كده. بيكون ده دايود واحد وده دايود اتنين. وبيكون التوصيلة عندي ازاي؟ ان انا عندي دي بتكون متوصلة في الجزء ده كده، ودي متوصلة هنا، تمام. ومن فوق ده كده جزء الفي اي، انا عندي الفي اي بتكون هنا، ده كده اللي هو ده كده الفي اي، ده كده الفي اي، تمام. وده الجزء بتاعي اللي هيدخل على الارمتشر بتاعي بقى، والمفروض ده لا، ده كده السبلاي، ده السبلاي اصلا، واللي هيطلع لي في الاخر هنا الفي اي، تمام كده. يبقى انا ده كده الجزء بتاعي عندي. طب بعد كده الكوادرانت، لو انا عاوز بقى 2 كوادرانت تايب بي، 2 كوادرانت وبعد كده 4 كوادرانت، فلو جيت بصيت الاقيهم اصلا موجودين في السلايد بشكل احسن، تمام. اللي هو الكونفيجريشن بتاعي، ثواني، تمام. لو جيت اصلا الكونفيجريشن بتاعي اللي هم موجودين كلهم مرسومين بشكل احسن في السلايد ومنظم اهم. يعني كده عندي ده الكونفيجريشن احنا كنا لسه بنتكلم عنه، ان انا عندي ده كده الفيرست كوادرانت وادي الرسمه بتاعته، بعد كده السكند كوادرانت اللي هو في البريكنج، بعد كده 2 كوادرانت طيب ايه، ان انا عندي بقى شغال موترنج وبريكنج الاثنين فورورد، بعد كده 2 كوادرانت طيب بي. في طيب بي عكست هنا التشوبر بقى، تشوبر واحد هنا والتشوبر الثاني عكسه، تمام، بحيث ان هو يشتغل فورورد موترنج وريفرس بريكنج، تمام. اللي هو دي كانت في حاله الايه الاكتيف لود. بعد كده الفور كوادرانت اللي هو الشكل ده، ان هو يشتغل بقى في الاربعه اوبريشن اللي عندي، اللي هو اشتغل فورورد موترنج وريفرس موترنج فورورد بريكنج وريفرس بريكنج، تمام كده. يبقى ده كده ايه، ده كده الكونفيجريشن بتاع التشوبر نفسه، تمام. طب انا لو هاجي اتعامل بقى معايا كمسائل جزء التشوبر، انا هتعامل معاه كمسائل التشوبر في الكويستشنز. فانا عندي المسائل عندي حاجتين، يا اما هعمل سبيد كنترول المسائل اللي جايه على التشوبر، يا اما هعمل سبيد كنترول، يا اما هعمل اناليسيز.
طب انا هعمل الاناليسيس، هعمل اناليسيس ليه؟ عشان عاوز اصلا اجيب قيمه الاي 1 والاي 2 اللي هم اصلا في الرسمه لما قلت ان هو بيعمل شحن تفريغ شحن وتفريغ، فده كانت الاي 1 وده اي 2، او ممكن يقول ده اي مينيمم وده اي ماكسيمم. فبيجيب لي مساله اناليسيس عشان احسب اصلا قيمه الاي 1 والاي 2. يا اما مساله سبيد كنترول، في مساله سبيد كنترول مش هيبقى فيها اختلاف، هتكون زي اللي كنا بناخده طبيعي عادي، اللي هو انا دلوقتي معايا الار بي ام، يديني الار بي ام مثلا 800 ار بي ام وعاوز يجيب الالفا، فهعمل ايه؟ كنت بجيب الاي باك اللي هي كي فاي في الاوميجا، واشوف الكي فاي واشوف الحالات بتاعتها، بعد ما جبتها اجيب له الفي اي كانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار اي. بعد كده بعد ما جبت الفي اي اشوف القانون بتاع الريكتيفاير واجيب منه الالفا. لكن انا هنا في التشوبر هيطلب بقى مني بدل الالفا دي هيطلب لا الديوتي ريشيو. يبقى انا هنا في القانون الاخير بعد ما جبت الفي اي هتبقى عباره عن الديوتي ريشيو في الفي اس، فاقسم الفي اي على الفي اس يبقى جبت له الديوتي ريشيو بتاعتي. طب بعد ما جبت الديوتي ريشيو عاوز مثلا وليكن التي اون، طب ما انا عارف ان الديوتي ريشيو عباره عن التي اون على التي، صح؟ طب بعد ما جبتها، بعد ما معايا الديوتي ريشيو واكيد هو مديني التي فاجيب منها التي اون. طب لو عايز التي اوف، طب ما انا عارف ان التي كلها عباره عن التي اون زائد التي اوف، صح؟ يبقى انا اقدر اقول ان التي اوف كانت عباره عن التي كلها ناقص التي اون اللي انا جبتها، وهكذا. يبقى الاختلاف هنا في ايه؟ في اخر خطوه بس، اللي هو بدل ما كنت بقى بحط قانون الريكتيفاير واجيب له الالفا، لا انا هنا هحط قانون التشوبر واجيب الديوتي ريشيو. تمام؟ ده كده نوع المسائل بتاع السبيد كنترول. فملهاش مساله لوحدها، هو بيدمجها بقى مع مسائل البريكنج، ان انا قلت اصلا هو بيجيب مساله بيحط فيها في البدايه سبيد كنترول وفي اخرها بريكنج. تمام؟ زي جزء دكتور عادل كده كان بيجيب المساله واحده فيها الاثنين. تمام كده؟ طب جزء الاناليسيز لا، في الاناليسيز هو ممكن يجيبها مساله لوحدها وبعد كده يدمجها في حاجه ثانيه، فاحنا هنتكلم كمساله الاناليسيز كمساله لوحدها. طب في الاناليسيز هيعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اجيب الاي 1 والاي 2، طب المفروض اجيبهم ازاي او اتعامل معاهم ازاي؟ تمام؟ انا قلت اول حاجه في الاناليسيز لما يقول لي عاوز اجيب الاي 1 والاي 2، تمام؟ يبقى انا هشتغل في حاله الترانزيانت. تمام؟ ففي حاله الترانزيانت لازم اول حاجه اكون واخد بالي منها ان انا عندي ان الفي اي في حاله الترانزيانت عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال زائد ال دي اي اي اوفر الدي تي، ان فيها الجزء ده لازم اخد بالي من الجزء ده في حاله الترانزيانت. تمام؟ فانا هدرس هعمل اناليسيس. طب ما عندي الرسمه كانت شكلها عامل كده، ادي ده الجهد اون واوف. طب لو جيت رسمت معاه التيار على نفس الكيرف فهو كان عباره عن زيد كده وبعد كده ينقص وبعد كده يزيد كده، اللي انا عندي ده كده اي 1 وده كده الاي 2، وانا عندي ده اللي هو الاون والاوف ده كده اللي هو ايه الفي اس. تمام؟ ودي الفتره دي كلها اللي هي التي اون، ودي الفتره دي كلها اللي هي التي. تمام كده؟ فانا عاوز ادرس اعمل اناليسيس واجيب له الاي 1 والاي 2، ده كده الاي 1 برضه كده اي 1 اي 2 اي 1 اي 2. يبقى انا هشتغل مره في حاله ديورنج الاون بيريود اللي هي الفتره دي، واشتغل كمان مره ديورنج الاوف. يبقى انا هشتغل مره في حاله الاون بيريود اللي هي الفتره دي، واشتغل مره ثانيه في حاله الاوف بيريود. تمام؟ طب هنفذ الكلام ده ازاي؟ لو لاحظت في حاجه ان انا عندي ده ال دي اي اوفر الدي تي، تمام كده؟ فانا فيها اي اوفر الدي تي اللي انا اصلا ممكن اعوض عنها باي دوت، صح؟ ما هو ده معناها ان هي التفاضل الاول. طب اي دوت معناها كده معادله ديفرنشال ايكويشن، فاخد بالي ان احنا كان عندنا الديفرنشال ايكويشن المعادلات التفاضليه كان ليها حل معين بطريقه معينه. تمام؟ فقال لك ان انا هنا مش محتاج ان انا اخد تفاصيل الديفرنشال ايكويشن من البدايه، لا انا هديك المعادله النهائيه بمعنى صح. طب هوصل لده ازاي؟ كان بيقول لك للتسهيل بقى، وهنا بيسهلها عليك، بيقول لك ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي التاو في الاكس دوت زائد الاكس زائد السي بيساوي 0. ساعتها لو عاوز احل الديفرنشال ايكويشن دي بالشكل ده اللي هو رقم مضروب في الاكس دوت بعد كده زائد الاكس نفسها بعد كده كونستانت بيساوي 0، ساعتها لو كنت عاوز احل الديفرنشال ايكويشن عاوز اجيب قيمه الاكس عباره عن سالب السي زائد الاي ده كونستانت بجيبه من الانيشال كونديشنز دي الشروط الابتدائيه مضروبه في اي اس سالب تي على التاو. يبقى انا عشان احل الديفرنشال ايكويشن، يبقى انا لو في المساله هنجيبها دلوقتي ونحلها، يبقى انا عاوز اوصل المعادله عندي للشكل ده، حاجه مضروبه في الاكس دوت زائد الاكس لوحدها زائد ثابت كل ده بيساوي 0. ساعتها اقول له بقى ان الاكس هناك بقى هيكون معادله تيار يا اما اي 1 او اي 2 على حسب السؤال. تمام؟ هيساوي ايه؟ سالب السي زائد الاي في الاي اس سالب التي على التاو، والتي ده التايم بتاعي التاو اللي هي اصلا الرقم المضروب في الاكس دوت، وعوض والانيشال كونديشن اجيب له
اجيب له الكونستانت اللي هو ايه ده، يبقى كده جبت له الحل بتاعها. يبقى انا في الانيشال كونديشن مش هدخل نفسي في حوارات تانية، لا انا هستخدم المعادلتين دول. يبقى انا هحاول اوصل المعادله بتاعتي للشكل ده واجيب منها الحل على طول ان هو بيساوي الشكل ده. تمام. طب تعالى نجيب المساله ونشوف هنطبق عليها ازاي. فدي المساله اللي موجوده، تمام، موجوده في المحاضره الرابعه اللي هو اكزامبل 3. لو جيت هنا، تمام، ادي اكزامبل 3. لو جيت المسألة كده بيقول لي ايه؟ electrically driven automobile is powered by DC series motor، تمام، وقايل لي ان الريتد 72 و200 امبير. the motor resistance and inductance مديني الار توتال ب 4 من 100 والال ب 6 من 100، 6 ملي هنري. تمام. بيقول لك ايه؟ باور از سبلايد باي الاون اوف كنترول. الاون اوف كنترول اللي هو الايه؟ التشوبر، تمام، عشان هو التشوبر اللي بنعمل فيه اون اوف. بعد كده having a fixed frequency، فريكوانسي اللي هو 100، مديني الفريكوانسي السويتشنج فريكوانسي، فاقدر اجيب منها الايه؟ التي، ان هي التي بتساوي 1 على الفريكوانسي، اقدر اجيب منها التايم بتاعي. تمام. بيقول لي ايه؟ when the machine is running at 1500 ار بي ام، يبقى مديني السرعه. the generated EMF per field ampere، معناها ايه هنا؟ بيقول لك ان ال EMF per field ampere بتساوي الكي في اس، ده كونستانت، بتساوي كام؟ 0.32 فولت. معناها ايه؟ بيقول لك ان انا لو قسمت الاي ام اف على الاي اف بيديك ثابت كونستانت اسمه الكي في اس. يبقى انا لو عايز اجيب الاي ام اف لوحدها تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الكي اف اس ده كونستانت لوحده مضروب في الاي اف. تمام. الكي في اس نفسها بتساوي 0.32. تمام. ده معنى الحته دي. which may be taken as a mean constant. هو بيقول ان هو constant value over the operation range of current when the operation at this speed when the duty cycle، مديني الديوتي سايكل او الديوتي ريشيو بتاعتها على 5 determine الماكسيمم والمينيمم كارنت. عاوز الماكسيمم والمينيمم كارنت اللي هو الاي 1 والاي 2. طب ما عشان اجيب الاي 1 والاي 2 يبقى انا كده لازم اكون شغال في حاله الترانزيت، ما ينفعش اكون شغال في الحاله الافريج، عشان في الحاله الافريج انا اصلا كنت بستخدم المعادله اللي هي بالاي افريج على طول، ما عنديش اي 1 واي 2 فيها. يبقى انا كده لازم استخدم الايه؟ المعادله الافريج. وانا قلت ان انا عندي المعادله الافريج ان الفي اي الاي باك زائد الاي اي في الار توتال زائد ال دي اي اوفر دي تي. تمام. فانا المعادله دي هبدا استخدمها واعوض عن كل حاجه فيها. طب اعوض فيها مره بالديورنج الاون ومره بالديورنج الاوف. يبقى انا عاوز قيمه للفي اي. يبقى انا همسك الاول حاجه الديورنج الاون عشان ابقى فاهم انا ماشي ازاي وعاوز اعمل ايه. همسك اول مره في حاله ديورنج الاون. تمام. ففي ديورنج الاون عاوز اشوف الفي اي بكام والاي باك بكام والاي اي بكام والار توتال بكام والال بكام والدي اي اوفر الدي تي، واكرر نفس الكلام ده في حاله الديورنج الاوف. تمام. فنيجي اول حاجه ديورنج الاون بيريود. في حاله الاون انا عندي الرسمه بتكون شكلها عامل كده، ادي ده كده في حاله الاون وبعد كده بيقف، صح؟ وعندي التيار كان بيزيد كده، وعندي ده كده الاي 1 وادي ده الاي 2 وادي ده الفي اس. تمام. فانا عندي اول حاجه في حاله الاون ان الجهد اللي عندي هو الفي اس او دي الفي سبلاي. انا حاله الاون الجهد اللي موجود اهوت انا شغال في الفتره دي اللي هو التي اون. طب التي اون الجهد اللي شغال هنا ده كده ايه؟ الفي اس. تمام. طب والتيار الاي ال عندي هو هيبدا من الاي 1 بس هيستقر يعتبر عند الاي 2. فانا باخد اللي هيستقر عندي. انا عندي الاي اي هيبقى بيساوي اي 2. تمام. كمان عندي ان التي تايم بتاعي هيبقى تي اون عشان انا شغال في فتره الاون. ده القيم بتاعتي. فراح اعوض في القانون. انا عارف ان الفي عباره عن الاي باك زائد الاي اي في الار توتال زائد ال دي اي اي اوفر الدي تي. تمام. يبقى انا عندي ده الفي بتساوي الفي اس. الاي باك قلت ان هي عباره عن الكي اف اس في الاي اي، والاي اي احنا قلنا بكام؟ باي 2 زائد الاي اي اللي هي اي 2 في الار توتال زائد ال دي اي 2 اوفر الدي تي. تمام كده. طب اقول له هنا الفي اس بتساوي، طب مش ده اي 2 وده اي 2 اقدر اخدها عامل مشترك، اي 2 مضروبه كي اف اس زائد الار توتال زائد ال
طب مش دي اي 2 على الدي تي اللي هي ممكن اكتبها اي 2 دوت، يبقى انا بقى عندي فيه شكل المعادله ده، ان انا عندي في اس بتساوي الاي 2 مضروبه في رقم زائد ال مضروبه في اي 2 دوت. طب مش انا قلت ان دي ديفرنشال ايكويشن، قلت عشان احلها كنت بعمل ايه؟ رقم مضروب في الاكس دوت اللي هو رقم مضروب في الاي دوت زائد الاكس لوحدها اللي هي المفروض تبقى الاي لوحدها، يبقى انا عاوز الاي دي لوحدها، يبقى انا اقدر اقول له كده عاوز اجيب الاي لوحدها بس ارتب المعادله ان انا اقول له كده الاي 2 دوت، انا عاوز اجيب الاي لوحدها الاي دي، فهقسم على القوس ده، يبقى انا عندي هنا هتبقى عباره عن ال على اللي هو الكي اف اس زائد الار توتال، كل ده مضروب في الاي 2 دوت زائد الاي 2 عشان قسمت على القوس ده فراح بيساوي الفي اس على القوس برضو الكي اف اس زائد الار توتال. طب مش اصلا كنت لسه بقول ان المعادله كانت عباره عن التاو في الاكس دوت زائد الاكس زائد السي، لو اديت السي الناحيه التانيه تبقى ماينس السي بتساوي الكلام ده. طب مش لو جيت سويت المعادلتين ببعض يبقى انا كده عندي اصلا ان التاو بتساوي القوس ده وهنا ده المعامل بتاع ده اللي هو ده، وان سالب السي بتساوي الجزء ده، صح كده؟ يبقى انا اقدر اقول له ان انا عندي ان التاو بتساوي ال على القوس اللي هو كي اف اس زائد الار توتال. طب ماشي ال عباره عن 6 ملي هنري اللي هي 6 في 10 اس سالب 3 على الكي اف اس اللي هو 0.32 تمام زائد الار توتال اللي هي 4 من 100، فيطلع معايا التاو ب 0.0167. بعد كده عاوز اجيب له سالب السي بتساوي ايه؟ الفي اس على القوس الفي اس اللي هو جهد السبلاي ب 72 دول في المساله تمام، دي من المساله الجهد ب 72 على الكي في اس زائد الار توتال اللي هو 0.32 زائد ال 4 من 100، فسالب السي كلها على بعض هتطلع بكام؟ هتطلع ب 200. بقدر اقول له كده ان الحل بتاعي، انا كنت بقول له الحل ان الاكس هتساوي سالب السي زائد الاي في الاي اس سالب التي على التاو، صح كده؟ يبقى اقدر اقول له بقى كده بالنسبه هنا للتيار ان الاي اللي هو الاي 2 عباره عن سالب السي جبته بكام؟ ب 200 زائد الاي في الاي اس سالب التي على التاو. التاو انا جايبها ب 0.0167، طب التي بكام؟ التي اللي هي التي اون. طب اطلع فوق كده لقيت ان هو مديني الديوتي ريشيو، لو قلت الديوتي ريشيو كانت عباره عن 3 على 5 تمام. طب مش الديوتي ريشيو عباره عن التي اون على التي، طب التي بكام؟ التي مقلوب الفريكوانسي ب 100 يعني دي 1 من 100، 1 على 100 اللي هي 1 من 100 صح؟ وادي التي اون المجهوله، يبقى اقدر اقول ان التي اون عباره عن 1 من 100 في 3 على 5، فهتطلع معايا ب 6 من 1000. ادي كده التي اون. يبقى ارجع اعوض هنا تبقى 6 من سالب، ما انا عندي هنا تبقى سالب 6 من 1000 على التاو اللي انا جبتها اللي هي 0.0167، تبقى دي كده جبت له المعادله دي تمام. فانا في ثابت عندي اهوت عاوز اجيبه، فهجيبه ازاي؟ من الانيشال كونديشنز. الانيشال كونديشنز اللي هو عندي ايه؟ ان انا عندي في البدايه هنا التيار بيبقى باي واحد مش باي 2 صح؟ وان التايم هيبقى بزيرو، ما انا لسه في البدايه، فهعوض في المعادله دي ان الاي بدل اي 2 هتبقى باي واحد، وان التي بدل ب 6 من 1000 هتبقى بزيرو، فاجي اعوض عشان اجيب له قيمه الاي تمام. فعندي اقول له يوزنج الانيشال كونديشنز تمام، ان انا عندي ان الاي هتبقى اي واحد وان التي بتساوي زيرو تمام. فاعوض في المعادله تبقى كده اي واحد بتساوي 200 زائد الاي في الاي اس سالب التي اللي هي بزيرو، زيرو على اي حاجه بزيرو تبقى اي اس صفر بما لا نهايه، اي اس صفر بواحد، يبقى الكلام ده كله هتبقى بواحد. يبقى انا كده عندي الاي نفسها تبقى الاي اللي هو الثابت اللي انا عاوز اجيبه عباره عن الاي واحد ناقص ال 200، فارجع اعوض في المعادله اللي احنا جبناها اللي هي دي كده، ارجع اعوض عن الاي تمام. يبقى انا عندي هنا اقدر اقول له بقى ان الاي 2 نكتب اللون ده، والاي 2 بتساوي ال 200 زائد الاي جبتها اي واحد ناقص 200 في اي اس سالب 6 من 1000 6 من 100 مش عارف 6 من 1000 تقريبا
تمام، 6 من 1000 على 0.0167. الكلام الاكسبوننشال ده يطلع برقم اضربه مره في ال 200 واطرحه من ال 200 دي واضربه مره في اي واحد، فيطلع معايا ان الاي 2 بتساوي 60.4 زائد 0.698 اي واحد، واسمي دي معادله واحد. تمام، يبقى انا كل اللي عمال اعمله ده كان ديورنج الاون. تمام، الموضوع هو مش صعب، هو بس ايه، عمال اقعد في حاجات كتير. فانا بعمل اناليسيز، جبت المساله، عوضت عن قيم التيارات، فجبت معادله، فعاوز اوصلها للشكل ده، فظبطتها للشكل ده وطلعت معايا كده. فعاوز اجيب الانيشال كونديشنز، رحت معوض بالانيشال كونديشنز بتاعتي عشان اجيب الثابت اللي هو الايه، وجيت عوضت عنده فطلع لي المعادله دي. تمام، هاجي انفذ نفس الكلام تاني ديورنج الاوف. ارجع هنا، هاجي كده اقول له بقى ديورنج الاوف بيريود، اللي هي كانت الفترة اللي كان عندي كده، اللي هي الفترة دي اللي التيار أصلا كان نازل. أنا شغال هنا في حالة التي أوف، فالتيار نازل، ده كده أي 2 وده كده أي 1. يبقى أنا عندي ديورنج الأوف إن التي عندي هتبقى تي أوف. تمام، وإن الفي في الحالة دي هل في جهد أصلا؟ لأ، يبقى الجهد بزيرو. تمام كده، وإن الأي ايه بتساوي إيه؟ إن أنا عندي هناك كنت البدايه بتاعتي كانت باي 2 وبينزل لحد اي 1، فانا كنت باخد هناك الاستقرار بعد كده اللي هو بالنسبه لي هيبقى اي 1. تمام كده، وابدا اعوض في المعادله تاني، المعادله اللي احنا جبناها. هلاقي ان المعادله دي مش هتتغير، اللي انا وصلت لها هنا اللي هي دي معادله ممكن نصللها بايه. لو جيت خدتها هنا ده مثلا اللي هي المعادله دي، ان انا عندي المعادله اللي انا ظللتها دي ما اتغيرتش، هي نفس المعادله، بس بدل الاي 2 تمام هتبقى اي 1. ان انا عندي هتبقى ال على كي في اس زائد الار توتال، مفيش حاجه اتغيرت في دول، مضروبه بدل اي 2 دوت هتبقى اي 1 دوت زائد الاي 1 زائد الفي اس على الكلام ده كله، نفس الفكره. بس انا عندي الفي اس بكام؟ الفي اس هناك في حاله الديورنج الاوف لا كانت بزيرو، فسالب السي الجزء ده كله بزيرو. يبقى انا شكل المعادله هيكون عامل ازاي؟ يبقى انا عملت مجهود في حاله ديورنج الاون، لا في حاله الاوف بقى الموضوع بقى ابسط، الموضوع بقى اسهل، اللي هو خلاص بقى انا بكتب على طول. يبقى انا كده هيبقى عباره عن ال على الكي في اس زائد الار توتال مضروبه في الاي 1 دوت زائد الاي 1 بيساوي الفي اس على الكي في اس زائد الار توتال. طب الفي اس بزيرو، كل ده بزيرو، تبقى اللي هو بيساوي سالب السي كلها بزيرو. تمام، يبقى من هنا انا اعوض في القانون اللي هو كان عباره عن ايه؟ عباره عن ان الاي 1 بتساوي سالب السي زائد الاي في الاي اس سالب التي على التاو، صح كده؟ يبقى انا عندي هنا تبقى الاي 1 بتساوي سالب السي طلعت بزيرو، زيرو زائد، او ممكن ما اكتبهاش بقى خالص. تمام، الايه اهيت في الاي اس سالب التي على التاو. التي هنا بكام؟ اللي هي في حاله التي اوف. تمام، انا عندي التي اون طلعت ب 6 من 1000، وانا عندي التي كلها كانت 1 من 100. مش عارف التي كلها عباره عن التي اون زائد التي اوف، فاطرح ده من ده فيطلع معايا 4 من 1000. يبقى انا عندي سالب 4 من 1000 ادي التي اوف على التاو ما اتغيرتش اللي هي 0.0167. تمام كده، عاوز اجيب الايه؟ هقول له برضه يوزنج الانيشال كونديشن، انيشال كونديشنز. فالانيشال كونديشنز اللي هي ايه؟ ان انا عندي ان الاي بتساوي اي 2، ان هو في البدايه هنا كانت التيار عندي باي 2. تمام وان التي يعتبر البدايه عندي، التي يعتبر بزيرو هو كمان. تمام، ان انا كده شغال في حاله ايه؟ الاوف بيريود، وعاوز اجيب الانيشال كونديشن. فانا عندي كده الاي بتساوي اي 2 وان التي بتساوي 0. فلما اجي اعوض هنا الاي هتبقى باي 2 بتساوي الاي في الاي اس صفر، اي حاجه اس صفر بواحد، الجزء ده بواحد، يبقى الاي هتساوي اي 2. يبقى ارجع اعوض هنا تبقى الاي 1 بتساوي الاي طلعت باي 2 والاي اس سالب 4 من 1000 على الرقم ده كله هتطلع معايا ب 0.787. ويبقى دي كده المعادله رقم 2. يبقى انا عندي الايكويشن رقم 2 ان الاي 1 رقم مضروب في الاي 2. فهقول له بقى فروم 1 اند 2 ان انا هاخد الاي 1 عباره عن الرقم ده في اي 2 واروح اعوض في المعادله الاولى اللي انا جبتها هنا. تمام، اللي هي المعادله رقم 1 في المعادله رقم 1 اللي جبناها، لا ده كانت معانا هناك. ادي المعادله رقم 1، اشيل اي 1 واحط قيمتها
اللي هي هنا دي كده، فاقدر اجيب منها اي 2. فاقول له بقى كده ان انا عندي الاي 2 هتطلع ب 134 امبير، والاي 1 هتطلع ب 105.05 امبير. تمام. بعد كده عاوز اجيب الاي ايه، عباره عن الاي 1 زائد الاي 2 على الاتنين، فهجمع ده زائد ده على الاتنين اللي هو الافريج بتاعهم، هتطلع 119.75 امبير. تمام. يبقى كده جبت له الاناليسيز اللي هو كان اول مطلوب في المساله، اللي هو كان عاوز ايه، الماكسيمم والمينيمم كارنت. يعني كده الموضوع مش صعب، بس الموضوع ان انا في خطوات كتير بعملها. بعد كده عاوز المين تورك والمين باور بروديوسد باي ذا موتور، عاوز التورك والباور. تمام. الصفحه دي خلصت، نيجي نجيبهم هنا. عاوز اجيب التورك والباور. طب انا عارف ان التورك عباره عن ايه، الكي فاي في الاي اي، صح؟ طب الكي فاي بتساوي ايه؟ الكي فاي مش معايا. طب مش انا عندي الاي باك كي فاي في الاوميجا، يبقى اقدر اقول ان الكي فاي عباره عن الاي باك على الاوميجا في الاي اي. طب مش انا عارف ان الاي باك هو مداني في السؤال قال لي ان هي عباره عن الكي اف اس في الاي اي على الاوميجا في الاي اي، صح؟ يبقى اقدر اكتبها كي اف اس على الاوميجا في الاي اي سكوير. يبقى انا عندي التورك هيساوي الكي اف اس 0.32 مدالي في المساله، الاوميجا 2 باي ان على 60، والان اللي هي مدالي ب 2500 في المساله، مضروبه في الاي اس سكوير اللي هو انا لسه جايبها، حسبناها 119 تقريبا. هرجع كده، الاي اي 119. تمام. 119 ونص كل سكوير، اجيب التورك فيطلع معايا 17.53 نيوتن متر. بعد كده عاوز يجيب الباور، فانا عندي الباور عباره عن التورك في الاوميجا، التورك لسه جايبه، والاوميجا 2 باي على 60 في الان اللي هي ان 2500. تمام. فيطلع معايا الباور بكام، 4.59 كيلو وات. يبقى انا عندي هنا المساله بتاع التشوبر كسبيد كنترول هيدمجها مع بريكنج. كاناليسيز المساله مش صعبه، هي بس طويله وارقام اللي هو ايه، خطوات وديرنج الاون وديرنج الاوف واظبطها والكلام ده كله. تمام كده. يبقى احنا كده خلصنا السبيد كنترول في حاله الكنترول ريكتيفاير وفي حاله التشوبر. تمام كده. يبقى كده خلصنا عنوان السبيد كنترول بشكل عام.